ده هو تايو، كان في رحلة هو وعيلته بس عملوا حادثة وكلهم ماتوا وهو الناجي الوحيد. بيكون قاعد في العزا بتاعهم كده ومش مستوعب هو ايه اللي حصل. بيقول كل ما بحب حد هو بيموت وبيسيبني وحيد، وبيفضل يعيط. بتعدي الايام بقى وتايو بيروح للمدرسة، ولما حد من زمايله بيحاول ان هو يتعرف عليه ولكن تايو بيعمل نفسه ميت. ودوت مش عشان هو مش عايز يتعرف عليهم، لا ده بالعكس، هو عايز يتعرف عليهم ولكن خايف لما يتعرف على حد هو يموت ويسيبه وحيد. بس بيكون في استثناء وحيد، وهي ماتسومي صديقة طفولته اللي بتعتني بيه من بعد ما عيلته ماتت. بتجيب له الغدا وبكون لسه هتاكله، بس المدرس هو بيجي ياكل الاكل وبيقول لي لتايو انا عايز اتكلم معاك شويه بعد ما الحصه تخلص، تعالى لي المكتب بتاعي. فبيقول له تمام، وبعد ما الحصه بتخلص فعلا بيروح له على طول، والاستاذ بيقول له انا كنت مستنيك، وبيقعدوا جنب بعض وبيصبوا الشاي. تايو بيقول له انت عايز مني ايه؟ فبيقول له انا هوريك صور اكيد هتعجبك، وبيفضل يوريله في صور ماتسومي وبيقول له اي حد بيقرب من ماتسومي انا بقتله، وانت قربت منها بما فيه الكفايه. وبيطلع السكينه ديت وبيحطها على رقبته. على فكره انا مرضيش اقتلك علشان انت صديق طفولتها، ولكن طفح الكيل. تايو بيكون عايز يتحرك ولكن مش قادر، لسه بيكون خلاص هيخلص عليه، لكن البنت دي بتظهر في المكان وبدون اي كلام بيظهر نور في المكان وبتاخد تايو منه. وعند تايو بقى اللي بيفتح عينه كده بيلاقي ماتسومي وكم شخص غريب اول مره يشوفهم. اول لما بيستوعب ان هو في مكان غريب بيبعد عنهم وبيقول لهم انتوا عايزين مني ايه؟ ماتسومي بتقول له اهدى كده، على فكره دول اخواتي مش هيأذوك يعني. وبتبدا بقى ان هي تعرفوا عليهم. اول واحده هي اختها الكبيره فاتوبي، اما دوت بقى شينزو، اما ديت بقى شيون، ودوت كينج، وديت ناناو، ودوت الكلب بتاعي. وبتقول له زي ما انت شايف كده العيله بتاعتي عباره عن جواسيس. جواسيس؟ استني انتوا بتستخدموا الاسلحه والحاجات ديت فعلا؟ بيروح عند المسدس دوت وبيقول لها انت عايز تفهميني ان المسدس دوت حقيقي بيضرب بيه؟ وفعلا يا صديقي بيطلع حقيقي. وبيعرفوه بقى ان هم افضل جواسيس في طوكيو بالكامل. وبنعرف بقى ان المدرس بتاع تايو دوت هو اخوهم الكبير كيو، ايوه هو دوت الابن الاكبر لعيله يوزاكرا، وهو طبعا خد المركز الاول علشان قوته الفتاكه وذكاوته الغير عاديه، لا وكمان لياقته اللي برضه مش طبيعيه. ومحدش من الجواسيس ولا المختلين بيتكرم معاه. طب هو ايه اللي بيخليه يستهدفني؟ كل ما في الموضوع ان هو شاكك انك عايز تقتل ماتسومي، علشان في واحد الفتره الاخيره عمل حساب باسم ماتسومي وعليه متابعين كتير جدا، وهو قايل ان هو هيقتلها. وبيعرفوا بقى ان كيو قبل كام سنه كده كان هيقتل ماتسومي بالغلط، وشايف غسله الشعر اللي عند ماتسومي ديت حصلت عليها بسبب التوتر، وكل ما كان حد بيحاول ان هو يقرب منها هو بيمنعه، وهو بقى مهووس بماتسومي بدرجه لا تصدق. وانت كنت الاستثناء الوحيد علشان انت صديق طفولتها. وهم بيكلموا كده ايوه كيو حاضر في المكان، هو جاي هنا علشان يخلص عليك. وبيقفلوا كل الابواب بتاعه القصر. احنا 5 ولكن نسبه ان احنا نفوز عليه هي ما تعديش 30%. تايو ما بيكونش مستوعب هو ايه اللي بيحصل دوت. فاتومي بتقوله لو انت عايز تحمي ماتسومي في طريقه واحده وهي انك تتجوزها، وانت لو اتجوزت ماتسومي انت كده هتكون فرد من العيله، وبكده كيو مش هيقتلك علشان انت بقيت واحد من العيله، وديت القوانين بتاعه عيلتنا، ما ينفعش حد مننا يقتل التاني، وكل اللي عليك انك تتبادل الخواتم بتاعه عيلتنا، وبمجرد ما انتوا الاتنين تلبسوا الخواتم انتوا كده اتجوزتوا، وبالتالي كده كيو مش هيتعرض لك تاني علشان العقده بتاعته كده هتكون اتحلت، وانت اللي هتكون مسؤول عن حمايتها. بيبدا تايو يفكر في الموضوع بس بيفتكر عيلته وبيقول هو انا هعيش الالم دوت مره تانيه؟ وماتسومي بتحس بقى ان هو متوتر، علشان كده بترفض يا صديقي موضوع الجواز دوت، علشان هي عارفه ان هو لسه ما تخطاش صدمه الماضي. فبيبداوا ان هم يفكروا في اي طريقه يقدروا ان هم يوقفوا بيها كيو. بس ساعتها هو بيكون قاعد كده وبيشرب في العصير بتاعه وبيقول لهم انتوا كنتوا عايزين توقفوني ولا ايه؟ وانتوا فاكرين الفخاخ العبيطه اللي في البيت ديت هتوقفني؟ انا كلها دمرتها. وبيقول لهم لو حد منكم قرر ان هو يحترق طريقي في قتل تايو انا هقتله. فتوبي بتقول له احنا مش هنسمح لك، وبتمسكه وبترزعه على الكرسي بتكسره بيه. بيهجموا عليه ولكن هو بيقدر ان هو يطيرهم، وبنعرف بقى ان هو بيستخدم شبكه العنكبوت الفولاذيه ودوت السلاح السري بتاعه. بيهجم عليهم بس فتوبي بتقدر ان هي تصد لكل هجماته، بس في الاخر بيقدر ان هو يكتفها. كينج بياخد الاثنين وبيحاول يهربهم، اما بقى شيون هي اللي هتوقفه. بتستخدم الاسلحه بتاعتها وبتفضل تهجم عليه بس دوت مش هيتاثر. وعند كينج وماتسومو وتايو اللي بيخبوه في الخزانه ديت. كيو بيجي لهم وبيقول لهم انتوا لازم تسلموا لي تايو علشان انا مش عايز اقتل اي حد من العيله. فماتسومو بتقول له ده عندها هي، لو بتطلع السلاح بتاعها وبتهجم عليه بس دوت بيقدر ان هو يكتفها هي والكلب بتاعها. بس بيتضح بقى صديقي ان ديت مش ماتسومي، لا دوت كينج. اما ماتسومي بقى بتكون بتنكره على شكل تايو. من هنا ورايح انا هحميكي ليل نهار، انا مش هبعد عنك تاني. المدرسه والاصدقاء والحب انا هتخلص منهم كلهم، وكل دوت علشان احميكي يا حبيبه قلبي. السكينه اللي هي ماسكاها هو بيطعن نفسه بيها، وبتقول له الشروط ديت انا موافقه بيها. بس ساعتها تايو بيظهر وبيقول هي بتأذي نفسها علشان تحمي اللي هي بتحبه، وانا
واقف مكاني ما بتحركش، علشان كده انا لازم احميها دلوقتي. وبيقول لها يلا بينا نتجوز، ارمي لي الخاتم. وهو بالفعل بترميهوله وبيكون خلاص هيمسكه، بس كيو بيستخدم الشبكه العنكبوتيه الفولاذيه وبيكتف تايو، بس دوت هيفرق معاه لا والله، وبيقدر ان هو يكسر الشبكه بتاعته وبيلبس الخاتم وبيقول لها انا كده هحميكي للابد. فتوبي بتروح لكيو بتقول له انا فرحانه فيك، بس رغم دوت انت لازم تعلم تايو ازاي يحمي ماتسومي. وكيو حرفيا بيكون في حاله يرسى له. ماتسومي بتقول لتايو شكرا ليك، وتايو بيروح ينام. واول لما بيصحى بيلاقي كيو قدامه وبيقول له صباح الفل يا معلم، وبيهجم عليه بالسكينه، بس تايو بيقدر ان هو يتفاداه وهو بيقول له عاش عليك يا معلم، ويلا بينا بقى علشان نتدرب. وبيكتفه وبيفضل بقى يتحكم بيه بسبب الشبكه بتاعته. بيكون لسه هيكمل عليه ولكن ماتسومي بتقول له كفايه، فهو بيقول لهم خلاص ويلا بينا بقى علشان نروح للمدرسه. وبياخدهم وبينط بيهم من البيت، واول لما بيخرجوا البيت بيفرقع. قال له هو ايه اللي بيحصل؟ ودوت كان سؤال تايو. يو بيقول له ان القنبله دي اتزرعت في البيت بتاعك علشان يقتلوا ماتسومي، وشكل كده ان الخبر انتشر بسرعه كبيره جدا انك اتجوزت ماتسومي، وما فيش اي حد من الجواسيس ما يعرفش دلوقتي عن العلاقه بتاعتكم. طب ايه اللي بيخليهم يستهدفوا ماتسومي؟ كل ما في الموضوع ان ماتسومي هي زعيمه عيله يوزاكرا العاشره. خليني بقى اشرح لك شويه حاجات عن العيله بتاعتنا. العيله بتاعتنا اصلا في الاصل هي عيله عاديه، ولكن في واحد اتولد بقوه خارقه، والقوه الخارقه دي فضلت بقى تتوارث من شخص لشخص، والعيله كلها بقت عباره عن قوه خارقه، بس بيجي استثناء واحد وهو بيتولد شخص بقوه عاديه، ودوت هو اللي بيكون الزعيم. وعلشان هي بدون اي حول ولا قوه احنا بنحميها. وديك عرفت الحقيقه وعرفت ان ماتسومي مستهدفه وممكن تموت في اي لحظه. هو انت هتقدر انك تحميها ولا لا؟ وهم ماشيين بالعربيه بتاعتهم كده في حد بيهجم عليهم. ياري ادينا بدانا، وعلى الرغم ان هم بيتهجم عليهم بس دول قاعدين ولا كأن في اي حاجه. لا وكمان بيشربوا الشاي يا معلم في هدوء. وتخيل بقى مين بقى يا صديقي اللي بيسوق العربيه؟ ايوه الكلب بتاعهم. في بازوكا بيكون خلاص هتصيبهم بس بيقدروا ان هم يتفادوها، وبسبب الحوضه المفاجاه ديت الشاي بتاع كيو بيتكب، وهو طبعا بيتضايق وبيخرج لهم. هم بيهجموا عليه ولكن ده بيقدر ان هو يصد كل هجماتهم. لا وكمان بحركه واحده منه بيقدر ان هو يدمر العربيتين. طالما انك دلوقتي بقيت فرد من العيله بتاعتنا انت لازما تخلي المسدس دوت معاك وتحمي ماتسومي من المختلين. وفي الاخر بقى بيوصلوا على المدرسه، وطبعا تايو بيفتش كل الفصل حرفيا ليكون في قنبله يمين او شمال، وبيكون حرفيا عامل زي الكلب السهران، وبيفضل بقى يراقب ماتسومي في كل حته بتروحها، وهو بيعمل كده اصلا علشان في قنبله اتزرعت في المدرسه وهو بيحاول يلاقيها. بيفتكر كلام كيو ليه لما قال له انت عارف يا تايو لو حد بس شعره واحده من ماتسومي ايه اللي هيحصل لك؟ حرفيا انت هتموت. وهو واقف كده ساعتها بيلاحظ حد كده بيروح يشوف ايه دوت، ولكن بتطلع مدرسه عاديه، ومن كتر بقى ما هو عمال يراقب في ماتسومي بيغموا عليه، فهي بتاخده بتوديه عند غرفه كيو علشان يستريح علشان المستوصف مقفول النهارده. تايو بيقول لها انت صديقه طفولتي، ولكن انت ما قلتليش ليه قبل كده ان عيلتك كلها عباره عن جواسيس؟ ولا انت قلتي لي وانا ما خدتش بالي؟ انت كنت جنبي على طول ولكن انا ما كنتش بفكر بس غير في نفسي. فبتضربه وبتقول له ما تفكرش في الحاجات ديت، انت دلوقتي جوزي يا معلم، وانا ما كنتش مفكره اصلا ان في حد ممكن يتجوزني. وهم بيتكلموا كده ساعتها تايو بيلاحظ قنبله وبوم بتفرقع، بس على اخر لحظه بيقدر ان هو يحميها، وبيبدا بقى ان هو يربط القيود ببعض. يعني من الاخر كل ده بسبب المغتال اللي بيستهدف ماتسومي، وهو بيقلع القميص بتاعه كده، وساعتها بيلاحظ ان في قنبله على جسمه وناقص لها 26 ثانيه وتفرقع. بيبص على الباب بيلاقيه مقفول خلاص القنبله هتفرقع، ولكن هو عايز يحمي ماتسومي علشان كده بينط من اعلى المبنى، وبيكون خلاص ناقص ثانيه ويفرقع، ولكن كيو بيظهر وبيحميه وبيوقف القنبله كمان، وبيقول له عاش عليك وحش انك قدرت تلاحظها، وبيسحبه. ماتسومي بتقول له هو مين اللي حط القنبله ديت؟ فهو بيقول لها اخواتك دلوقتي هيجيبوه، وبالفعل بيجيبوه وهو الشخص اللي محشنزه. كيو بيقول للمختل دوت انا حذرتك بس انت ما سمعتش الكلام، وبيحط القنبله صديقي على جسمه وبيطيره وبيخليه يفرقع، وهم بيكونوا فرحانين. وتاني يوم بقى وتايو وهو نايم كده ساعتها بيحلم ان في حد بيقتل ماتسومي قدام عينيه، وهو ما قدرش ان هو يعمل اي حاجه، وبيقوم مخضوض. بينزل يطمن عليها على طول ولكن هي بافضل حال. بعدها بيروح لفوتو بيقول لها انا عايز اكون قوي علشان احمي ماتسومي، فهي بتقول له ما تتسرحش علشان كده احنا ناويين ندربك علشان تكون قوي وتقدر انك تحميها. فهو بيقول لها انا عايز اتدرب دلوقتي، فهي بتمسكه وبتفضل حرفيا تلعب بيه، وبتقول له انا هدربك تمام بس لو قدرت انك تعيش في البيت دوت لمده شهر. فهو بيقول لها تمام، وبيكون لسه هيخرج ولكن بيقع، ولو كان وقع يا صديقي حرفيا كان هيتشرم. وبتقول له صح انا نسيت اقول لك حاجه، البيت بتاعنا مليان فخاخ، فخلي بالك بقى. وبالفعل يا صديقي البيت بتاعهم حرفيا مليان فخاخ، واللي بيتحكم في الفخاخ ديت كلها مين؟ ايوه شيون. وهو بياكل كده ساعتها بطنه بتوجعه، وهم بيقولوا له صح احنا نسينا نقول لك ان الاكل بتاعنا بيكون فيه جرعه من السم علشان نقدر ان احنا نتعود على السموم. بيروح علشان يعمل حمام ولكن حتى الحمام بيكون معمول له باسورد. يعني يا بختك الميل يا تايو. بس برضه يا صديقي مش هو لوحده بس ايه اللي بيعاني من الفخاخ ديت، لا ده كلهم بيعانوا، ده حتى التلاجة بيكون حاطين عليها فخاخ، ولو لمست الليزر يبقى يومك اسود. بتعدي بقى الايام
الكلام وحرفيا تايو بيكون في حاله يرسى لها. ده حتى التيشيرت اللي هو بيكون لابسه بيكون 30 كيلو. وبعدها بيروح يتدرب على التصويب علشان يقدر ان هو يشغل التلفزيون ويتفرج عليه، ولكن مش قادر ان هو يسيب الريموت بتاع التلفزيون. ماتسومي بيجيله وبتقول له انا عارفه انك بتبذل قصارى جهدك علشان تحميني، ولكن انت كده بتنهك نفسك، هتيجي في فتره ومش هتقدر انك تقوم، علشان كده استريح شويه. وبنعرف بقى ان ماتسومي بتحب تايو علشان في مره كده وهي في المدرسه بتتعرض للتنمر وهو دافع عنها، ومن ساعتها وهي بتحبه. المهم بقى صديقي بتعدي فتره كده وشكل كده تايو قدر ان هو يتعود على اجواء البيت دوت، وبقى دلوقتي بيقدر ان هو يشغل التلفزيون. وشينزو وشيون ما بيكونوش فاهمين هو ازاي تايو بيقدر ان هو يتطور بالسرعه ديت، هو موهوب ولا حاجه تانية؟ بس يا صديقي علشان هو بقاله 3 اسابيع بيتدرب ليل نهار نهار ليل، في الاخر بيغموا عليه من كتر التعب. ده حتى علشان ما يخليش اي حد يقلق عليه خلى كينج يصنع له تنكر يناسب جسده علشان يخبي الاصابات وكده. انتوا كلكم قلتوا لي انت لازم ما تضغطش على نفسك، ولكن انا عايز احمي ماتسومي، انا عايز اكون قوي باي طريقه ممكنه علشان ما حدش يأذيها. فهم بيقولوا له ريح نفسك الفتره ديت. بيسمع بقى اخيرا يا صديقي الكلام، وبعد ما بيخف شويه اخيرا بيقدر ان هو يفتح الحمام. لا وكمان يا صديقي الخاتم بتاعه بينور، وبكده البيت قبل بيه والفخاخ مش هتنفع عليه تاني. شينزو بيقول لتايو يلا بقى اقلع بقى التيشيرت بتاع ال 30 كيلو والبس التيشيرت ال 100 كيلو دوت علشان نزود التدريب بتاعك. البس بقى يا حلاوه، انت مش كنت عايز تتدرب؟ كيو بيقول لموتسومي انا دلوقتي رايح لمهمه، يلا اديني بوسه قبل ما امشي، فهي بتديله في دماغه. قاعد انت صديقي بتتفرج على الفيديو مستمتع وبتكمله للاخر كمان، ولا عامل لايك ولا عامل اشتراك. طب دوت ينفع؟ فضلا وليس امر، انزل اعمل لايك واشتراك ويلا بينا نكمل. وتايو بيقول لشينزو انت عندك مهمه النهارده مش كده؟ فهو بيقول له والمهمه ديت مش صعبه يعني، علشان هو هيرجع مكنه الفلوس اللي اتسرقت من البنك. وصح يا تايو انا عايز اديك حاجه كده، ما بنعرفش بقى صديقي الحاجه ديت علشان تايو وموتسومي بيروحوا للمدرسه وهم ماشيين كده، ساعتها في كوره بيسبول بتكون جايه خلاص على تايو، ولكن تايو بيقدر ان هو يمسكها من غير ما يبص لها حتى، وبيحدفها عليهم بسرعه حرفيا خرافيه. وموتسومي بتقول لتايو على فكره الفصل كله بيشكي منك علشان انت لما بتمشي جنبهم هم ما بيحسوش بيك، ودوت طبعا بسبب مهاراتك في التسلل. بعد ما بيرجعوا للبيبه بنشوف ماتسومو جنبها الورق الكتير دوت وهي عماله تختم فيه، وبنعرف بقى ان دوت شغلها بما انها هي زعيمه العيله، وهي بتراجع كل حاجه من بدايه العقارات والاستثمار في البورصه والشركات وهكذا. وبعد بقى ما بتخلص الشغل بتاعها بتاخد تايو وبيروحوا يلعبوا مع كينج. هو يبان لعب ولكن كينج بيكون عايز يكتشف قد ايه تايو اتطور، وبالفعل تايو حرفيا بيبهره علشان دلوقتي الحدس بتاعه بقى مرعب على الرغم ان هو متنكر كونه ماتسومي، ولكن تايو قدر ان هو يكشفه. وبعد التدريب الكبير دوت بقى بيروح ياكل، والاكل دوت بيكون فيه سم، بس شكله كده صديقي اتعود على الموضوع. وهو بياكل كده بقى شينزو بيرن عليه وبيصرخ فيه وبيقول له انا محتاج مساعدتك دلوقتي يا تايو. وبنعرف بقى ان هو داخل في قتال مع العصابه اللي هو راح ياخد منهم المكنه بتاعت الفلوس المسروقه، وهو بيقول انا من غير المسدس بتاعي بدون اي فايده علشان كده انا محتاجك بسرعه. وبالفعل بيروح للمكان اللي هو فيه وبيكون جايب قنبله معاه وشويه اكل كده، وهو واقف كده الشخص ده هو بيظهر من وراه بيقول له انا كشفتك، وبيحط المسدس على دماغه. بس ساعتها بيفتكر تعليمات شينزو ليه وبيقدر ان هو يخلص على الشخص دوت قبل ما يقتله، وبيقول ركز ركز حس بالاشخاص اللي جايين، ايوه دول 3 اشخاص، بيظهر الاول وبيهجم عليه، التاني بيحاول يسيبه ولكن بيصده، اما التالي بقى بيستخدم المسدس وبيخلص عليه. وفي الاخر بقى بيوصل عند شينزو الا اول لما بيمسك الاسلحه بتاعته بيتحول بيخلص على اول 2 وبيطلع على العصابه وحرفيا نزل ردم فحت فشخ فيهم، وهم بيهربوا كده من العصابه. في واحد بيقدر ان هو يصيب تايو في رجله وبيقول لشينزو انتوا عايزين تخرجوا من هنا احياء يلا نزل المسدس بتاعك، وبالفعل بينزله ولكن سرعان ما بيمسكه تاني وبيقدر ان هو يخلص عليه. هو جبان ولكن اول لما بيمسك الاسلحه الفولاذيه بتاعته بيتحول 180 درجه. بيشيل تايو بقى وبيكونوا مروحين كده وبيقول له من هنا ورايح انا اخوك الكبير. وعند الشخص دوت بقى اللي بيكون حرفيا مهشم العصابه ديت، وبيقول من التالي ايوه تايو. وبالفعل بيروح لتايو اللي بيكون ماشي كده بالليل وبيقول لتايو انا من الشرطه انا عايز اتكلم معاك شويه. تايو بيسمع الكلام وبيروح معاه، والشخص ده بقى بيبدا ان هو يقول له على كل حاجه هو عملها لغايه دلوقتي، وبيقول له انت منضم لاني منظمه السريه، انا عايز اعرف منك دلوقتي كل حاجه واللي عليهم وانا ساعتها هخليك تخرج من هنا عايش. هو بيقول له انا مش هقول لك اي حاجه، فبيقول له استحمل بقى، وبيهجم عليه وبيقدر ان هو يسيبه في رجله وبيلزقه في الحيط وبيقول له انت لو ما قلتليش كل حاجه حرفيا انا هقتلك. ولكن تايو برضه مش عايز يقول حاجه وبيكون خلاص هيخلص عليه، ولكن بيتضح بقى يا صديقي ان كل اللي بيحصل دوت من فعل كيو، وهو كان عايز بقى يعرف هل تايو هيخونهم لو حد مسكه ولا لا. مبروك انت نجحت في الاختبار، وبعدها بياخدوا على المدرسه. تايو بيكون تعبان جدا وبيكون عايز ينام، ولكن يا حبيبي انت هتنام ازاي وانت معاك ابن الهرمه كيو؟ انت لو غمضت عينيك انت
انت هتموت، وبيبدا ان هو يتواصل معاه من خلال لغه الجواسيس اللي مفيش بس غير الجواسيس اللي هيفهموها. وبيقول لتايو انا عايزك تكون زي الحيوانات، بينام بعين والعين التانيه لا. ميتسومي بتقول لاخوها يا ابن الهرمه سيبه يستريح شويه، فهو بيقول لها انا مش هخليه يستريح، وبيفرقع قنبله دخانيه فيها منوم كل الفصل بينام الا الاثنين. كيو بيحيي الاثنين وبيهجم على تايو، بس تايو بيقدر ان هو يدمر التباشير ديت، وبيتضح بقى صديقي ان هو فعلا نايم ولكن نوم نصفي. هيسيبه؟ لا والله بيفضل يضرب فيه. وبسبب النوم النصفي دوت تايو بقى بيمشي وهو نايم. وتاني يوم بقى هو اللي هو الشرطي بيرن عليه وبيقول له انا عايزك في مهمه، وبيبعت له موقع وبيروح لهناك. والمكان دوت بيكون الملاهي، وبيقول له في 2 مشتبه فيهم ان هم بيتاجروا في السلاح، لو لقيت في 2 تصرفاتهم غريبه اقبض عليهم. فحبيبه القلب ميتسومي ما بترضاش ان هي تسيبه في المهمه ديت، علشان كده بتجيله. وبيبداوا بقى ان هم يراقبوا كل 2 مشكوك في امرهم. وبعد بقى تدوير كتير جدا بيلاقوا يا صديقي ال2 دول، وهم دول اللي بيتاجروا في السلاح، بس بيكون في اختلاف ما بينهم، علشان كده بيفضلوا ان هم يهجموا على بعض. تايو بيطلع لهم بالمسدس وبيقول لهم كفايه بقى يا اولاد الهرمه، وبيهجم عليهم بالسلاح الكهرباء بتاعه حرفيا بيشويهم. وبعدها بيتصل على هو وبيسلمهم للشرطه، وكده هو خلص المهمه بتاعته. وبما ان بقى اليوم لسه طويل، هو وماتسومي بيركبوا المرجحه ديت، وهي بتكون فرحانه جدا وهو بيشكرها على كل حاجه هي عملتها علشانه. ننتقل بعد ذلك للبنت ديت اللي بيكون تصرفاتها غريبه كده، وبتقول يا تايو انا جايه لك. وفي نفس الوقت دوت بقى شيهم بتجيلها مهمه لازم تخلصها بسرعه، وقعدت طول الليل علشان تقدر ان هي تخلصها. وبتقول انا بخلص المهمه ديت في حد اخترق الجهاز بتاعي، انا عايز اعرف هو مين. وتايو وميتسوم هم رايحين المدرسه كده، البنت ديت بتهجم عليهم بالاشواك ديت، بس تايو بيقدر ان هو يتفاداها، بيحاول يهرب منها بس ديت مش هتسيبه. وبتقول له انت فعلا قوي جدا، انا بحبك علشان كده يلا موت. وماتسومي على طول بتتعرف عليها، ايوه دي المختاله اللي بتقتل بالابر، وهي جاسوسه برضه كيرا، وهي بتستغل مهاراتها في التجسس علشان تقتل الشخص اللي هي بتحبه. تايو هنا بيفهم ان هي بتطرده علشان تقتله، وهي بتقول على فكره انا هقتلك علشان انا بحبك، لا وحاجه تانية في مكافاه على راسك وهي $100,000، وانا اول لما اقتلك طبعا هاخدهم. وهم بيكلموا كده في واحد بيكون هيقتل تايو ولكن هي بتخلص عليه، وبتقول طالما ان في مكافاه عليك كبيره يا تايو في ناس كتير هيسعوا وراك. وبتبدا بقى تقول له على كل حاجه هو بيعملها في يومه حرفيا، هو ما بيكونش فاهم انت عارف الحاجات ديت منين، وهي بيكون عارفه كل الحاجات دي من مين؟ ايوه من كيو اللي هي قالت له انا هقتله، فهو قال لها اعملي فيه اللي انت عايزاه، لا وكمان اديني كل حاجه تخصك. وبتحدف عليه كميه ابر ملهاش اول من اخر، وبتقول له انا هاجي لك تاني. المهم بقى الاثنين بيروحوا للمدرسه، والفصل بتاعهم بيجي لهم طلبه جديده، والطلبه دي بتكون مين؟ ايوه كيرا اللي اول لما بتخش الفصل كده بتكون عايزه تقتله. وبكده المعركه ما بين الاثنين بدات، وكل حته تايو بيروحها هي بتكون يا صديقي عامله فخ هناك علشان يموت، ولكن تايو بيقدر ان هو يتفادى الفخ ديت. واخر لما بتزهق بقى بتتحكم في الطلاب كلهم، وبتقول لهم اقبضوا على تايو. فعلا بيقبضوا عليه وبيكون خلاص هتقتله، ولكن ماتسومي بتدافع عنه، وهما الاثنين بيتكلموا كده. ساعتها القاتل دوت بيظهر من وراها وبيطلق عليهم نار، بس ماتسومي بتقدر ان هي تحميها، لا وكمان تايو بيخلص عليه، وكده هما الاثنين حموها. وطالما ان الاتنين حموها فهي بتمسك في ماتسومي بقى وبتكون عامله زي الطفله. وبعد ما بيرجعوا للبيت بقى شيون بتطلب من تايو ان هو يلعب معاها، ودوت بقى علشان شينزو جاب اخره علشان بقى له 5 ايام بيلعب معاها. بتشرح له القواعد بقى، والاثنين بيبداوا ان هم يلعبوا مع بعض. وفي الاخر بيوصلوا عند الزعيم اللي بيكون شكله عامل زي كيو، وبيقدروا ان هم يهزموه. بس يا صديقي بيتضح بقى ان اللعبه ديت مش لعبه عاديه، علشان القطر اللي هم لسه موقفينه دوت قطر في الحقيقه، والاعلام ما بيكونش فاهم ازاي القطار دوت وقف. كده هم خلصوا المهمه الاولى، يلا بقى علشان نخش على المهمه الثانيه، وهي ان في اشخاص راكبين طياره كده وعايزين يحطموا الطاقه الحراريه بتاعت اليابان، والمهمه بتاعتهم ان هم يوقفوها. يخشوا للعبه وبيبداوا ان هم يتحركوا، وشيون بتنزل ردم فحت فشخ في الاتباع اللي جايين مع الطياره. اما الغلبان بقى بيقدر ان هو يتحرك بالعافيه، وبعد شويه حركات بقى عنكبوتيه كده شيون بتوصل عند التنين وبتديله ضربه في دماغه. وبكده المفروض المهمه خلصت، ولكن هي لسه ما خلصتش، وده بسبب ان في كميه طيارات ملهاش اول من اخر حضروا في المكان. وشيون بدات ان هي تقلق، بس تايو بيطمنها وبيقول لها انا عندي خطه، وهي كالتالي اول حاجه هيركبوا الطياره اللي هم لسه مدمرينها، وهيستغلوها وهيدمروا بيها الطيارات اللي لسه جايه ديت. وبالفعل بيبداوا ان هم يدمروا فيهم، ولكن عددهم بيكون كتير جدا. هم بيدمروا فيهم كده، ساعتها في فار بيظهر في المكان وبيبدا ان هو يساعدهم في تدمير الطيارات، ودي بيكون كيرا. وفي الاخر بيقدروا ان هم يخلصوا المهمه. شيون بتقول له انت جيمر فجر جدا، علشان كده انت مش هتخرج من الاوضه ديت غير لما نخلص ال3 لعب دول. وتايو جاب اخره، وشيون بتعرف ان كيرا هي اللي هكرت الجهاز بتاعها، علشان كده بتنتقم منها وبتهكر الجهاز بتاعها وبتفضل تضحك.
على الصعيد الاخر بقى بنشوف الاتنين دول اللي بيعرفوا ان تايو اتجوز من ماتسومي وبيكونوا مخلصين على حسابها كده وبيقولوا يا تايو شكلنا كده اللي احنا هنجيلك. وعند الحزين بقى اللي بيكون بيتدرب كده بوزن 500 كيلو ناناو بتتصل بيه وبتقول له انا محتاجاك فهو بيقول لها انا جاي لك. طب وانت فين دلوقتي؟ انا في مختبر الشر وانا جيت في المختبر دوت علشان هم بيصنعوا اسلحه بيولوجيه غازيه سامه ممكن تدمر الكوكب لو فضلوا يعملوا في الابحاث بتاعتهم ودوت السلاح بتاعهم لو انفجرت حرفيا مش هتخلي اي كائن حي على مدار 10 كيلومتر وعلشان اتخلص منها بتاكلها يا صديقي. بقول لها انت بتعمل انت كده ممكن تموتي فهي بتقول له انا جسمي مضاد للسموم وانا هقعد 3 ساعات عقبال لما ابطل السموم اللي في الحبه ديت بس في مشكله وهي ان انا نحسنه جدا وانا خايفه قبل ال3 ساعات دول حد من الدكاتره يصحى فبيقول لها خلاص انا جاي لك وبالفعل بيروح لها بس بيكون مستغرب انا قدرت ان انا اتسلل بكل سهوله ده مفيش اي حد حرفيا الرجاله اللي هنا كلهم متخلص عليهم لا وكمان نظام الحمايه حد معطله في حد بيقوم بيكون لسه هيهجم عليه ولكن الشخص دوت بيحميه ودول الاشخاص اللي احنا شفناهم من شويه والشخص ابو شعر اخضر دوت اسمه اويو وهو برضه في مهمه هو وزميله واحنا جواسيس للحكومه وتايو بيقول هم عكسنا تماما هم نخبه من الجواسيس شغالين عند الحكومه اما احنا لا. بعدها بيقولوا له يلا بينا كل واحد يخلص المهمه بتاعته والثلاثه بيتحدوا بيخلصوا على كل اللي بيقف قدامهم وفي الاخر بيوصل عند ناناو اللي بتكون في 7 نومه يا معلم بس ساعتها اوي بيهجم عليه وبنعرف ان المهمه بتاعتهم هي قتل ناناو. طب انتوا عرفتوا ان هي موجوده هنا ازاي؟ احنا كنا بنسمع المكالمه بتاعتكم انتوا الاثنين وبما انها بلعت السلاح فهي دلوقتي بقت مصدر تهديد والقضاء عليها هي اولوياتنا ابعد بقى ولكن دوت بيقول لهم ده عنده وبيكون لسه هيهجم عليهم ولكن اوي بسرعه البرق بيطلع السيف بتاعه بيقدر ان هو يصيبه. الله السرعه الخرافيه ديت وبقول للتايو ما تقلقش انا هقتلها باسهل طريقه ممكنه علشان ما تعانيش ولسه بيكون هخلص عليها ولكن ناناو بتفوق وبتقول له الكبسوله المسمومه انا بلعتها وقدرت ان انا احللها ولو انت لسه برضه مصمم انك تقتلني خليني بس اعالج تايو فبيقول لها خلاص طالما انك ابطلت السم يبقى كده المهمه بتاعتنا خلصت. وقبل ما يمشي بيقول لتايو انت ضعيف جدا وتايو بيغمى عليه واول لما بيفتح عينه يا صديقي بيكون عامل حرفيا زي الجدي المشوي ومين بقى اللي عمل فيه كده؟ ايوه هو كيو اللي بيقول له طبعا انت مش عارف انا ايه اللي خلاني اعمل فيك كده مش كده؟ في مقال اتنشر عنك انك اتهزمت امام جواسيس الحكومه وانت واحد من العيله بتاعتنا واحنا العيله بتاعتنا معروفه ان الجواسيس بتوعهم محدش بيقدر ان هو يهزمهم وانت كده جبت لنا العار وانت طبعا عارف ده ليه علشان انت ضعيف جدا. ماتسومي بتحاول تدافع عنه ولكن هو بيقول لها هو مع حق انا ضعيف جدا انا لطخت اسم العيله علشان ضعيف انا عاجز انا ضعيف. كيو بيقول له بالظبط انت عاجز انا عايزك تنتقم من الشخص اللي يلوث اسم العيله وانت بعد ما تهزمه كده اسم العيله هيرجع زي الاول. وعنده ايه بقى اللي بيكون راكب الاتوبيس دوت وبيكون عايز يقعد على الكرسي ولكن الشخص دوت بيرخم عليه فهو بيقطع له هدومه حرفيا بسرعه البرق وبيبعد وبيقول لتايو انت عايز مني ايه؟ انت اللي بيخليك تراقبني. ايوه تايو بيكون بيراقبه انت جاي تنتقم مش كده؟ ايوه علشان عيلتي. تمام اعمل اللي انت عايزه بس دوت لو انت قدرت اصلا انك تجاريني. وبنعرف ان اسلوب مشيه الجواسيس الحكوميه هي خطوه الازهار ودوت السر اللي بيخلي مشيتهم سريعه جدا وخطواتهم السريعه دي بتساعدهم في القتال بشكل كبير جدا. بس انت فاكر ان تايو هيستسلم؟ لا والله بيكون خلاص قرب يمسكه ولكن دوت بيقطع له هدومه حرفيا وبياخد بعضه وبيمشي وبيخلي الحكومه تقبض على تايو. وفي اليوم الثاني برضه بيبدا ان هو يراقبه بس اللي بيحصل اولاني بيحصل تاني. بتعدي الايام وكل ما يكون في مهمه تايو بيساعده ولكن بينتهي المطاف في الاخر ان تايو هدومه بتتقطع بس المره دي اوي ما قدرش ان هو يقطع هدومه كلها. بنوصل بقى لليوم العاشر بالليل هو بيقول له يا ابني ما كفايه بقى انت مش هتعرف تعمل معايا اي حاجه انا اتسالت معاك اكتر من مره ولكن انا دلوقتي هستخدم كل قوتي. وبيستخدم الخطوات السريعه وبيروح يهجم عليه ولكن المره دي تايو بيقدر ان هو يوقفه وبيقول انا عرفت دلوقتي نقطه الضعف بتاعتكم علشان كده عيله يوزوكرا قبلت بيك علشان انت بتتطور بطريقه مرعبه. انا غيرت نظرتي عنك يا تايو. قبل ما يمشي بيعالجه وتاني يوم بقى ماتسومي بتاخد تايو وبتوديه عنده هو طبعا ما بيكونش فاهم هما الاثنين دول عارفين بعض ازاي فماتسومي بيتعرفوا طالما ان احنا زملاء يعني في الجواسيس وكده فاكيد عارفين بعض. اوي بيسلم عليها وبيقول لها تعالي الزعيم عايزاكي وبياخدهم على المقهى دوت ولكن دوت مش مقهى عادي علشان اوي بيقول كلمه سر كده بيقعوا في السرداب دوت وهم كده رايحين عند الزعيمه وهم بينزلوا كده. اوي بيلاحظ ان تايو مش خايف علشان كده بيقول له على فكره في فخاخ فخلي بالك بقى يا معلم. وبالفعل الفخاخ بتتضرب عليهم بس دوت بيقدر ان هو يتصدى ليهم اما بقى الغلبان بيكون حرفيا بيتفاداهم بالعافيه وبيكون خلاص هيموت ولكن الزعيمه بتنقذه والزعيمه ديت اسمها رين وبتقول لماتسومي انا كنت فاكر لما انت تيجي تتجوزها هتتجوزي واحد قوي ولكن انت متجوزه المخستع دوت وفاكره ان دوت هيقدر ان هو يحميكي. وهي على فكره كلمنا عنك وقال عليك انك كمامه. وهما بيتكلموا كده بيخش عليهم كيو اللي بيكون فاكر ان رين خطفت ماتسومي. رين بتقول له احنا مش خاطفينها ولا اي حاجه ده احنا بنتكلم شويه فهو بيقول لها اخرس وبيهجم عليها بس ديت ايديها عامله زي الفولاذ بتقدر ان هي تدمر الشبكه العنكبوتيه بتاعته والاتنين بيشتدوا في القتال وحرفيا القتال ما بينهم مجزره. وبيقرر ان هو يوقفهم ولكن
ولكن الاثنين بيبصوا له حرفيا بيطيروه. فماتسوما بيقرر ان هي توقفهم، ولكن الاثنين بيكونوا بيهجموا على بعض ومش قادرين ان هم يوقفوا لكمتهم. فرحزين تايو بيبعد ماتسوما، هو اللي بياخد اللكمتين في وشه. بعد ما تايو بيفوق رين بتقول له انا هوكلك بمهمه انت واوي، وهي ان في سياسي بيرقص واسمه يوشيماس. هو يبان ان هو بيرقص ولكن هو من اشد السياسيين تاثيرا على المجتمع. وورا الغطا اللي هو متغطى بيه في 3 من الجواسيس معاه، وهم احمر وازرق واصفر. هم يبانوا ان هم عبط ولكن حرفيا قوتهم مهوله. وهو بيستغل منظره وبيزرع قنابل في الحفلات اللي هو بيروحها. واحنا معانا دليل ممكن نقبض عليه بيه، بس احنا عايزين نعرف ايه اللي بيخليه يقتل السياسيين. طب انا مالي، انت عندك الفريق بتاعي، كل ما في الموضوع انك شكلك جديد ومحدش يعرفك، وهم طالبين موظفه جديده علشان كده بيخلوها صديقي عامل زي البنت، وانت اللي هتكون الموظفه يا معلم. انت لازم تجمع منه المعلومات على قد ما تقدر. وبالفعل بيتوظف عند الفرخه ديت، والفرخه بيقول له ارفع راسك. بس هم بيعملوا له عرض في شويه مظاهرات بتحصل، والشخص بيكون هيقع عليه الدي جي، ولكن الفرخه بيحميه وبيقول لهم انا عارف ان في ناس كتيره بتكرهني، ولكن انا جاي هنا علشان اخليكم تفرحوا. وانا لو موزس زي انتم ما بتقولوا كده كنت خليت الشخص يتاذى وما كنتش حميته. وبالكلمتين الخيبانين دول يا صديقي كله بيسقف له. المهم بقى الفرخه بياخد ال3 الوان بتوعه كده وبيركب عربيه الاسعاف ديت، وبيقول كل حاجه ماشيه زي ما انا مخطط بالظبط. وتايو بيكون سامع الكلام وبيحاول يلاقي اي دليل، ولكن مش لاقي تماما. والفرخه عمال يخلص على السياسيين واحد ورا التاني، وموعد انفجار القنبله قرب يجي، وتايو ما لقاش اي دليل هي موجوده فين. والفرخه وال3 الوان بتوعه كده عمالين يتنططوا، وتايو ما بيكونش فاهم هم ليه عمالين يتنططوا كده طول الليل. ولكن ساعتها بيستوعب ان اللي هم بيعملوه يا صديقي مش تنطيط ورقص عادي، لا ديت لغه التواصل بتاعتهم. ومن خلال ما هم بيتواصلوا كده تايو بيقدر ان هو يحدد مكان القنبله. وقد جاء اليوم الموعود، اكتر مكان بيتجمع فيه السياسيين وذو النفوذ في البلد بالكامل، وهو اللي هيكون بيتكلم على المنصه، والمنصه تحتها القنبله. واول لما المتحدثين يطلعوا على المنصه هو هيفنجرها. وبالفعل هو اللي بيحصل، ومحدش بيكون فاهم ايه الانفجار بس بنعرف ان قبل ما القنبله تتفجر تايو قدر ان هو يقلل الضرر بتاعها، بس فرخه كشفه واداله طلقه في دماغه وبيفجر القنبله الثانيه. بس برضه تايو قدر ان هو يعطلها بالكامل المره دي، وما فيش اي حد مات، وتايو برضه ما بيكونش مات يا صديقي. ال4 بيرفعوا عليه المسدس وبيكونوا لسه يخلصوا عليه، ولكن اوي هنا بيتدخل وبيقطع المسدسات بتاعتهم وبيقولوا لهم انتوا دلوقتي رهن الاحتقال. بس مش ناوي يستسلم، بس اوي يا صديقي اللي بعد ما بيقبض عليه بيديه لتايو بيقول له روح وديه عند اسم الشرطه. وهم في العربيه كده فرخه بيقول لتايو انا عارف كل حاجه عنك، وبيحكي له كل حاجه، وبيقول له هو انت فاكر ان الحادثه اللي حصلت لعيلتك دي كانت فعلا حادثه؟ تايو بيرفع عليه المسدس وبيقول له اتكلم يا اما هاتلك دلوقتي. قبل ما يتكلم اوي بيتصل بتايو وبيقول له نائب الوزير اتخطف دلوقتي، علشان كده حقق مع اللي عندك واعرف مكان نائب الوزير فين. فالفرخه بيقول له الوقت مناسب، انا رايح له دلوقتي. وبيقلع الحلقه اللي هو كان لابسه وبيرميه على الارض، بس مش حلقه عادي، لا دي قنبله. بس تايو بيقدر ان هو يخرج منها حي هو والسواق، وعمال يفكر في كلام فرخه ازاي عيلتي ماتت، وهل ممكن فعلا ان في بشري هو اللي قتل عيلتي، ولا ديت كانت حادثه عاديه. هو بيتصل مره ثانيه بتايو، وتايو بيقول له ان فرخه هرب مني، فهو بيقول له احنا كنا عارفين اصلا، وكمان بنعرف ان مش سياسي عادي، لا ده في الاصل كان جاسوس، وهو كان اسمه كروي، كان جاسوس اسطوري، واحنا كنا فاكرين ان هو مات قبل 5 أو 6 سنين، بس هو حي دلوقتي، وانت كنت كبش فداء علشان نعرف ان هو فعلا الجاسوس الاسطوري ولا لا. واحنا حاطين له اصلا GPS، واحنا عارفين هو رايح فين دلوقتي. وعند كروي بقى اللي بيروح عند نائب الوزير وبيشغل بس كده، والبلده كلها بتتفرج عليه. نائب الوزير بيقول له انا كنت فاكرك سياسي زينا، بيقول له انت لسه ما عرفتش ولا ايه؟ انا كنت بخدعكم، انا كنت متنكر بالشكل علشان ما حدش منكم يعرفني. ايوه انا هو كروي، الشخص اللي انت كنت فاكر نفسك انك قتلته. خلينا بقى نبدا دلوقتي الكلام بتاعنا. انا مش هتكلم كواحد سياسي بيتكلم مع سياسي، لا انا هتكلم دلوقتي عن واحد فقد بنته. انا قتلت ناس كتيره كان سبب من اللي خلى بنتي تموت، وما بقاش غيرك انت كنت السبب الرئيسي اللي خلى بنتي تموت. وبيرفع عليه المسدس وبيكون لسه هيخلص عليه، ولكن البث بيتقفل، واللي عمل كده اصلا بيكون تايو بيقول له اطلق سراحه، ولكن بيقول له لا، وانا عارف ان المسدس بتاعك اصلا مش هيقدر ان هو يسيبني من المسافه ديت علشان اخره 4 متر، وبيهجم عليه وبيطير منه المسدس. بس في اللحظه دي تايو بيتحرك بسرعه البرق، وبيكون فاكر نفسه ان هو كتفه، ولكن العكس هو اللي حصل. تايو ما بيكونش فاهم هو الشخص ازاي قدر ان هو يحلل حركاتي، فهو بيقول له انا عارف اصلا كل فنون القتال بتاعت عيله يوزاكرا. بيقول له انا مش مهاري في فنون القتال، ولكن انا مهاري في جمع المعلومات، وبالنسبه للجواسيس جمع المعلومات افضل من فنون القتال. وبيقول لي تايو انا في يوم من الايام كنت راجع من المهمه بتاعتي الساعه 12 علشان الميعاد اللي بنتي فيها تتم 12 سنه، وكنا لسه خلاص هنحتفل، ولكن في شخص من الاشخاص اللي كان عايز ينتقم مني حط قنبله في البيت بتاعنا وفرقعت وبنتي ماتت، ولذلك انا هنتقم. لسه بيكون هيخلص عليه، ولكن تايو بيحاول ان هو يدافع عنه، ولكن الالوان بيظهروا. وبيقول لي تايو بعد ما خلص على الشخص انا هعرفك كل حاجه عن عيلتك بالكامل، فهو بيقول له انا مش عايز اعرف اي حاجه. وفي اللحظه ديت بيتدخل وبيقول لي تايو انا هتكفل بالالوان دول، انت تكفل بالفرخه اللي قدامك.
بيقول له تمام وبيروح يهجم عليه، بس دوت برضه بيصده. لا وكمان السكينه اللي هو ماسكها بيحطها في بطنه. اما تحت بقى بنتعرف على قوه الالوان. الاحمر بيستخدم النار، اما الازرق بيستخدم ضغط الماء، اما الاصفر بيستخدم الكهرباء. واحنا الثلاثه لو اتحدنا محدش يقدر ان هو يهزمنا. فهو بيقول له من غير رغي كتير يلا انتوا كده كده هتتهزموا زي اللي قبلكم. وهم بيهجموا عليه فعلا، بس دوت بسرعته اللي عامله زي البرق بيخلص على الثلاثه في لمح البصر. وبيقول انا لازم اطلع لتاي، ولكن ساعتها في حد بيهجم عليه وهو بيقدر ان هو يصد الهجوم دوت بالعافيه. وبيقول الحضور دوت حرفيا قاتل. بنرجع بقى تاني لتايو. كرو بيقول له انت قلت انك مش هتخلي اي حد يموت مش كده؟ بس انا هقتل كل اللي انت بتحبهم طالما انك بقى معاند. فهو بيقول له انا مش هخليك تقتل حد علشان مش عايز احس بنفس الشعور اللي انا حسيت بيه قبل كده. وبيروح يهجم عليه، بس دوت عارف كل بياناتك، بس انت غلطان علشان تايو اتعلم الخطوه السريعه، ودوت بسبب تعليمات كيولي. هو يبان ان هو عبيط ولكن دوت من افضل الجواسيس في العالم بالكامل. وبيقدر ان هو يمسك كرو متضايق جدا بيهجم عليه بالسكينه، ولكن دوت برضه بيصدها بايده. بيرفع المسدس وهو برضه بيكون متيقن ان تايو هيقدر ان هو يوقف المسدس بسبب مهاراته في جيجيتسو. بس انا هطلع برضه مسدس من جيبي، بس دوت برضه بيوقفه وفي الاخر بيجيبه على الارض بالشبكه العنكبوتيه. بيقول لتايو انت هزمتني علشان كده انا اعرفك كل حاجه عن عيلتك، ولكن في حد بيديله طلقه في زوره بس دوت لسه ما ماتش. وبيديله الخريطه وبيقول له روح لهناك هتلاقي الحاجه اللي انت عايزها. وبيلفظ انفاسه الاخيره وبيموت. وبعد ما بيموت تايو بيروح للمكان دوت وبيلاقي صندوق وبياخده وبيرجع للعيله بتاعته الجديده اللي بيكونوا مستنيينه وعايزين يحتفلوا بيه علشان المهمه اللي هو خلصها. وشكله كده ان هو فرحان جدا. وريم بتدعي تايو علشان تحتفل بيه علشان هو خلص اول مهمه ليه هي كلفته بيها. وبالفعل بيروح لهناك هو وماتسومي، وبيكون جايبه كميه لحمه ملهاش اول من اخر. بس بيكون في واحد هنا مش مدعو، هو مين؟ ايوه كيو اللي بيقول لهم انا همشي ولكن لما اخد ماتسومي معايا، فهم بيخلوه يفضل معاهم وخلاص. والفجر اوي بيقدر ان هو يقطع اللحوم ديت يا صديقي في لمح البصر. وبكده الوليمه بتاعتهم هتبدا دلوقتي وهياكلوا. تايو بيدي الطبقه ديت لماتسومي علشان تاكل، ولكن الرخم بياكلوا الاكل في بقه علشان هو فاكر ان الاكل دوت سام. وطبعا علشان بدات بخناق فهيكملوها بقى خناق. الثلاثه بيتسحبوا كده علشان ما فيش اي حد يتاذى، والاثنين عمالين يدبوا في بعض بس بيكونوا جعانين جدا. فاوي بيقول لهم انا هستخدم دلوقتي الخطوات السريعه بتاعتي وهجيب لكم اكل. وبالفعل بيستخدمها وبيجيب لهم يا صديقي طبقين. وبعدها بيقول لتايو انت استخدمت الخطوات السريعه ولكن انت لسه مبتدئ علشان كده عظم صابع رجلك اتكسر، ودي حاجه طبيعيه ولو انت عايز تتقنها لازم تتدرب. اخيرا يا صديقي الوليمه اللي هي مش وليمه اصلا بتخلص، وتايو بيقعد كده ورا المكتبه وبيمسك الصندوق اللي خده من كورو وبيقول انا لو فتحت الصندوق دوت هعرف كل حاجه عن عيلتي، ولكن انا خايف ان انا انتقم. فماتسومي بتظهر له كده وبتخوفه وبتقول له الصندوق دوت فيه معلومات عن عيلتك صح؟ انت مش ناوي تفتحه ولا ايه؟ انا مش عايز افتحه علشان انا خايف ان انا انتقم من الاشخاص اللي قتلوا عيلتي واكون قاتل في النهايه، وانا مش عايز اتحط في نفس الموقف اللي اتحط فيه كرو، وانا لو فتحت الصندوق دوت هعرف كل حاجه، بس انا برضو مش عايز اكون قاتل. فهي بتقول له اعمل اللي انت عايزه يا عمي تايو، انا هفضل جنبك علشان انت كده كده مش هتتغير. والصندوق بيقع منه بالغلط وبيتفتح وبيطلع منه البلوره الزجاجيه ديت. هم ما بيكونوش فاهمين ايه ديت، ولكن كيو بيجي لهم بدمه دوت وبيقول لهم البلوره ديت بتسجل المعلومات، واللي مخليه يجيب دم كده ايوه هي المفتريه رين اللي بتقول لهم يلا هربوا. في الاخر الاثنين بيرجعوا للبيت وتايو بيكون عايز يعرف ايه المعلومات اللي في البلوره ديت، ولكن هو خايف من نفسه. وفي وقتها بقى في عبيطه بتركب على كتفه وبتقول له انا بشحن طاقتي منك، فهو بيقول لها حل عني ده انا اصلا واقف في العافيه. وديت المجنونه كيرا. وبيتضح بقى ان هي دلوقتي شغاله خدامه في القصر، وهي شغاله هنا اصلا علشان تحمي تايو من المختلين طالما ان هي يعني مختاله وكده وهتقدر ان هي تتعامل معاهم. هو بيقول لها بقول لك ايه حل عني ولا تراقبيني ولا ما تراقبنيش. فهي بتقول له على فكره انا عارفه المهمه اللي انت خلصتها تحب اشرحها لك، وفعلا بتشرحها له وبتكون يا صديقي فعلا مراقباه. لا وكمان بيكون عارف ان في بلوره في جيبه وديت فيها معلومات عن عيلته، وهي ماسكاها كده شيون بتاخدها وبتقول للتايو انا عشان اعرف المعلومات اللي فيها هياخد شويه وقت. كمل العبيطه كلامها وبتقول للتايو انا هقتلك بأني طريقه، بالحقن ولا بالكهرباء ولا بالنار ولا بالشنيور ولا بالشوك والسكاكين. على فكره المكافاه بتاعتك دلوقتي اترفعت وبقت 500 مليون. تايو بيكون منهك بقى من اليوم الطويل دوت وبيقرر ان هو يستحمى وبعد كده ينام. وهو بيستحمى كده بتخش عليه كيرا بنت المجنونه اللي بتقول له خليني دلوقتي احط لك شامبو على دماغك، ولكن دوت مش شامبو عادي يا صديقي، ده بيكون حرفيا لو لمسه هيدوبه، هو بيتفادى بالعافيه. وهما الاثنين عمالين يتططوا كده في الحمام، هي في الاخر بتتكهرب في البانيو، فهو بيقرر ان هو يساعدها. وبسبب الدوشه ديت الجدار بتاع الحمام بيتدمر وبيخش عليهم الفجر. كيو بيقول له انت لحقت تخون اختي يالا، وبيكون ماسك السلاح دوت وبيقول له حرفيا هعمل منك جزامه يا تايو، وبامانه انا عايز اجرب السلاح دوت. وبعد شويه تعذيب بقى عنكبوتيه كده تاني يوم تايو بيروح في مهمه، وبعد ما بيخلصها بيروح يخرج مع ماتسومي، وهي بتكون فرحانه جدا علشان هما الاثنين دلوقتي بيخرجوا مع بعض. لا هما مش لوحدهم، هما معاهم الكلب اللي بيكونوا بيمشوه، وبنعرف ان الكلب دوت السلاله بتاعته نادره جدا، لو كمان لو حب ان هو حجمه يكبر بيكبر فعلا. وهي بتقول له تعرف ان الكلب دوت عايش بقاله اكتر من 100 سنه. هو طبعا ما بيكونش مستوعب ازاي يعني 100 سنه. بتركب هي فوقيه وبتقول له تعالى اقعد جنبي، ولكن طبعا الكلب بيرفضه. بتقول للتايو طالما ان هو مش عايزك تركب عليه خد يا معلم الطوق دوت وامشي بيه. هو بيمسكه من هنا حرفيا الكلب بيقلب يزمل، سرعته بقت خرافيه
مرمط تايو حرفيا معاه. يعني يا بختك الميل يا عم تايو. وبعد شويه فشخ بقى في تايو اخيرا بيستريح، ولكن شكلها كده مش مكتوبه لك يا معلم، علشان في واحد بيزرع قنبله في المكان اللي هم مستريحين فيه وبوم بتنفجر، ولكن تايو بيقدر ان هو يحميهم، والكلب بيبدا ان هو يشم في القنبله علشان يقدر ان هو يحدد مكان الشخص دوت، وفعلا بيحدده. اما بقى ماتسومو بتاخد البيانات بتاعه القنبله وبتبعتها لشيون علشان تعرف تحدد مكان الشخص اللي حط القنبله ديت، وبالفعل بتقدر انها تحدد مكانه، لا وكمان بتتصل بيه وبتقول له انت بتاذي واحد من عيلتي مش كده؟ وفي نفس الوقت دوت الكلب بيخش عليه وبيعمل معاه الصح، واخيرا الكلب بيحترف في تايو علشان هو كان بيحمي ماتسومي وبيخليه يركب على ظهره وبيوصلهم على البيت. ولما الحزين بيخش للبيت كيرا وكيو بيقولوا له انت كنت قاعد مع البنت ديت في الكافيه بتعمل ايه؟ وشكلك كده يومك اسود من اوله يا عم تايو. وقبل ما يعذبوا فيه الاثنين دول بيخش عليهم، والاثنين دول بيكونوا جواسيس من الحكومه، وهم جايين هنا بطلب من تايو علشان هو طلب منهم ان هم يجيبوا اجود نوع من انواع الشاي، ودوت علشان ماتسومو وكيو بيحبوا النوع دوت من الشاي. وبنعرف برضه ان تايو عانى بكل ما تحمله الكلمه من معنى علشان يقدر ان هو يجمع المكونات. وكيو بيقول له انت عملت كل دوت علشان على الرغم ان انا كنت ببغضك يبقى انا لازم اموت نفسي. المهم بقى بيعملوا الشاي وبيبداوا ان هم يشربوا فيه، وماتسومو بتقول لكيو انت لازم تعتذر له، فهو بيقول لها انا عندي لا انا اموت ولا احتز للحيوان دوت، فهي بتقول له تمام، وبتخلي الكلب بتاعها يفضل يدوس على كيو وهو بيعاني. المهم بقى تاني يوم تايو بيتدرب مع فاتو اللي حرفيا بتفلق بكل ما تحمله الكلمه من معنى، لدرجه ان هو لو ارخى دفاعه لمده ثانيه واحده هيتفلق. هي بتلاقي حالته ميؤوس منها فبتقول له احنا هنستريح شويه وبعد كده هنرجع نتدرب، فهو بيقول لها تمام. وماتسومو بقى اللي بيكون ماسكه الكتاب دوت وعماله تشوف الصور بتاعتهم لما كانوا صغيرين، فتايو بيلاحظ الصوره ان هم بيحتفلوا كده، فهو بيقول لها ايه الصوره ديت؟ فهي بتقول له الصوره ديت احنا خدناها لما ناناو نجحت في اختبار الجواسيس وخدت الرخصه. فهو بيقول لهم ايه الرخصه اصلا بتاعت الجواسيس ديت؟ فاتو بتقول له ديت بطاقه بتاخدها من جامعه الجواسيس. في القرن العشرين في 5 اشخاص قرروا ان هم يعملوا منظمه للجواسيس ويدعموهم، وكل سنه في اختبار بيتعمل للجواسيس علشان يشوفوا مين اللي هينجح، واللي بينجح فيهم بياخد رخصه، وبكده هو هيكون عضو في منظمه الجواسيس. وانت اول ما تنجح في اختبار الجواسيس الراتبه بتاعتك هتكون نحاسيه، وبعد كده فضه، وبعد كده ذهب، وكل ما الراتبه بتاعتك زادت كل ما الربح بتاعك زاد. فبيقول لهم تمام انا عايز اخش الاختبار دوت. فكيو بيظهر من العدم وبيقول له تمام احنا كلنا نجحنا من مره، لو انت نجحت من مرتين حرفيا انا هقتلك. وهم عمالين يتكلموا كده ساعتها بيسمعوا صوت، ودوت صوت كيرا علشان هي لما كانت بتنظف الاوضه بتاعت شيون قفلت الشاشه اللي هي كانت بتبرمج عليها حاجه كده، بس ساعتها بتتفتح تاني وبتظهر منها الصوره مرعبه حرفيا بترعب تايو، لا وكمان فاتو اللي بتكون خلاص راحت فيها. وبنعرف بقى ان هي عندها فوبيا من الحاجات المرعبه رغم قوتها العاتيه الا ان هي بتخاف من الحاجات اللي عامله زي الاشباح وكده، ده لدرجه لما البيت بيتهز من كتر الرياح هي بتكون خايفه. وشيون بتقول ان في حاجه غريبه بتحصل في البيت بس احنا مش عارفينها لغايه دلوقتي. بتعدي الايام بقى وفوتو حرفيا مش بتسيب ماتسومي، لدرجه ان هي لما بتخش الحمام بتاخد حد معاها، دي حتى لما تيجي تنام لازم تخلي ماتسومي تنام جنبها، لا وكمان تقرا لها قصه، والقصه ديت يا صديقي اللي بتحبها بتكون عباره عن قتل وذبح وبص زيطه ملهاش اول من اخر. وفي الاخر ماتسومي هي اللي بتنام، اما فاتو لسه صاحيه، وهي بتحب الكتاب دوت اصلا علشان امها هي اللي كانت بتقراه لها، بس في الاخر هي ماتت، ومن ساعتها ماتسومي هي اللي بتقرا لها الكتاب دوت. وفي الاخر بقى بتقول لتايو انا عايزك تبذل قصارى جهدك في الاختبار بتاع بكره، فهو بيقول لها تمام. وتاني يوم بقى فعلا تايو بيروح عند اختبار الجواسيس وبيبدا اول اختبار، وسرعته حرفيا بتكون خرافيه وكله عمال يشكر فيه. بعدها بقى تايو بيروح ياكل، والشخص دوت بيقول تايو الجايزه عليه 500 مليون دولار انا هقتلك دلوقتي، وبيروح يهجم عليه، ولكن الشخص دوت بيحمي تايو. عرف الديك بيخاف وبياخد بعضه وبيهرب، والشخص دوت بيقول لتايو انت فعلا امور. تايو بيخاف منه وبيفتكره كده صديق ان هو جاي. ماتسومي بتتعرف عليه وبنعرف منها ان الشخص دوت بيحب يلعب بالمختبرين اللي زي تايو، وبتقول له ابعد عن جوزي يا ابن الهرمه، ولكن دوت بيحط المسدس بتاع تايو على دماغه وبيقول له يلا اضربني انا عايز اموت، مين اللي بيحبني؟ نسيبنا بقى من الهبل دوت ونروح على الاختبار الثاني، وهو ان شخص هيكون في الميه ويحرر نفسه من الجنازير اللي بيكون ربطاه. وتايو بينجح في الاختبار، والاختبار الثالث تخلي اللي بيطاردك ما يمسككش، وتايو بينجح فيه. الاختبار الرابع بقى انك توقف قنبله، وتايو بينجح فيه برضه. بيخشوا بقى على الامتحان النظري، واللي بيحاول يغش حرفيا بيتفشخ، بس في الاخر بيقدر ان هو يحل. وفي النهايه بقى دول هم الاشخاص اللي تاهلوا ان هم ياخدوا الرخصه، ناقص لهم اختبار واحد واللي هينجح فيها ياخدها. يلا ابداوا الاختبار، والاختبار دوت بيكون صعب جدا، في كتير بيخسر، ولكن تايو والمبهرج وعرف الديك والشخص دوت الاربعه بيكونوا مبدعين. ولكن ساعتها عرف الديك بيضرب تايو في وشه وبيجيبه على الارض، وتايو شكله كده هيخسر، ولكن المبهرج بيقول له انت مش عايز تستسلم، علشان كده بينقذوه، وبيكون خلاص هيقع، ولكن تايو بيلحقه على اخر لحظه وبيقول انا مش هسيب حد كان عايز ينقذني. فبيقول له ما انت كده هتسقط معايا في الاختبار، فبيقول له رغم دوت انا لازم انقذك. فبيقول له تمام، وبيستخدم المروحه بتاعته وبيعدل تايو، بيقول له مبروك انت نجحت في الاختبار، انا جاسوس ذو الراتبه الفضيه وانا مشرف في الاختبار دوت، وانت
انت فعلا ابهرتني بمهاراتك وذكائك لا وكمان انسانيتك. اما بقى الاشخاص اللي بيستخدموا الاساليب الدنيئه مش هينجحوا. يلا مبروك يا معلم وبيدوا له الرخصه، انت كده نجحت في الاختبار. وبالليل بقى والنطره بتنطر بنشوف الشخص دوت اللي بيكون بيهرب من الحكومه، بس بيكون اتصف في دراعه. والبنت دي بتشوفه بقى بتقرر ان هي تعالجه. وعنده هو بقى اللي بيكون في السجن كده وبيعرف ان في واحد هرب من السجن، واللي هرب دوت راجل عجوز. وعندي تايو بقى اللي بيفتح الشنطه دي بيلاقي عجوز جوه الشنطه بتاعته. هو بيديله نظره اللي هو ازاي يعني. هو بيقول له ما تستغربش كده، انا راجل عجوز كنت مستخبي في الشنطه بتاعتك علشان الحكومه ما تقبضش عليا. وبيخرج من الشنطه، والغريب ان هو بيخرج بجسمه كامل، يعني ما فيش اي حاجه مبتوره منه. بيقول له انا فرحان ان انا قابلتك يا تايو، انا جدك. فهو بيقول له انت منحرف وبيهجم عليه. بسبب الدوشه ديت ماتسومي بتجيله وبتقول له فعلا الشخص دوت جدي واسمه هو بان. فهو بيقول له انا اسف ان انا هجمت عليك. كيرا بتقول له انا جهزت لك الحمام. فهو بيعكسها صديقه وبيقول لها ايه رايك تخرجي مع العجوز دوت، ولكن ميتسومي بكح فهو بيعدل نفسه. بيروح عند تايو وميتسومي وبيحضنهم وبيقول لتايو خد النقطه ديت النقطه بتاعت الجواز بتاعكم، خد حفيدتي كده وروش عليها يا معلم. في حاجه تانية، تعال نروح انا وانت نتفسح الاول وبعد كده ابقى خليك تتفسح مع ميتسومي. ولكن ساعتها كيو بيوقفه بالشبكه العنكبوتيه وبيقول له انت رايح فين ايها العجوز الخرف؟ ايه ده انت موجود هنا يا كيو؟ انا سمعت انك مسافر علشان كده انا جيت. لا ما انا كنت مسافر فعلا ولكن انا رجعت بعد ما هو بلغني انك هربت علشان كده رجعت لك. انت لازم ترجع للزنزانه. فهو بيقول له انا هرجع للزنزانه بس خلينا نستمتع بس شويه بوقت يعني قليل. فهو بيقول له انا ما عنديش مشاكل انك تستمتع، ولكن انت لما بتخرج من السجن بتعمل نصايب للعيله بتاعتنا علشان كده انا هرجعك للزنزانه. فبيقول له انت نسيت حاجه مش كده؟ جريني لو استطعته بدل ان هو يدمر الشبكه العنكبوتيه بتاعته وبيختفي من المكان وبيكون خد تايو معاه. هو بيرن على كيو بيقول له قبضت عليه، فبيقول له لا للاسف، ولكن هو خد تايو معاه وانا هقدر اللي انا اجيبه طالما ان تايو معاه. بعد ما بيقفل معاه بيرن على تايو بيقول له انت مش هتقدر انك تهرب من جدي، دي حاجه. الحاجه الثانيه لو حاولت انك تكسر العظم بتاعه اصلا العظم بتاعه بيكون لين فمش هتقدر انك تعمل له حاجه، عامل زي السلايم من الاخر يعني ما تقومش. هو انت فين كده؟ انا في حانه وجدك يا معلم خاربها. تايو بيحاول يقبض عليه ولكن هو بيختفي من قدامه وبيقعد على الكنبه ولا كاني في اي حاجه. ولكن تايو بيقول له انت كده وقعت في الفخ بتاعي علشان حطيت لك غيره على الكنبه. فبيقول له انت فاكر ان حاجه زي دي هتوقفني؟ لا والله. وبيخلع صديقي هدومه وبيورينا السكس ماكس بتاعه. تايو بيحاول يقبض عليه باي طريقه ممكنه ولكن مش عارف. في الاخر بقى بيقول هو الشخص دوت ازاي عجوز. تايو بيقول له هو انت ايه اللي خلاك تهرب من السجن؟ فهو بيقول له انا كنت لازم اخرج من السجن في اليوم دوت بالذات علشان في حاجه كده لازم اعملها. وبيبدا بقى يحكي له هو ازاي قابل مراته. وبنعرف بقى يا صديقي ان هم دول اصلا الاثنين اللي احنا شفناهم قبل شويه. والحاجه اللي هو لازم يعملها هي ان هو لازم يقابل تايو علشان تايو بيفكره بنفسه. بس تايو بيرد عليه وبيقول له ما تقلقش انا هخلي موتسومي اسعد واحده في العالم بالكامل. فهو بيفرح. بس ساعتها الست العجوز دي بتخش للمحل وبتروح عند بان وبتكتفه بالكلبشات ديت وبتقول له انت لو حاولت انك تفك نفسك من الكلبشات ديت هتفرقع علشان كده ما تقاومش احسن. وماتسومي بيكون جاي معاها والست ديت الصديقي بيكون جدتها وهي كاكو اللي بتسلم بان بنفسها للحكومه. ولكن تاني يوم يا صديقي بيهرب من السجن وبيوصل عند البيت بيسال عليهم كلهم ما بيلاقيش اي حد علشان كلهم خرجوا. وبعد ما بياكلوا بقى كل واحد بيحاول ان هو يتهرب من دفع الحساب. ادفع لنا انت يا اخويا الكبير. فهو بيقول لها من عينيا وبيدفع فعلا. بس انت فاكر ان العيله ديت هتخرج خروجه عاديه علشان يروحوا مثلا يشتروا هدوم ولا يجيبوا اكل وكده؟ لا 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 لا، علشان المول اللي هم موجودين فيه دوت مش مول عادي، دوت مول متخصص للجواسيس والقتله المأجورين والمحتلين كمان الى اخره. وماتسومي بتشتري شويه كنابل وكم يعني ايه رصاصه كده صغيرين. وتايو بيقول لها احنا كنا جايين نتفسح، احنا بنعمل ايه؟ فهي بتقول له ما احنا كده بنتفسح. وعندي بقى شيون وشينزو اللي بيكونوا بيشتروا شويه اسلحه كده. اما بقى عندي فاتو اللي بيكون بتعمل تدليك كده، اللي بتدلكها بتقول لها انت قتلت كام شخص الشهر دوت؟ فهي بتقول لها 300. اما نانا وكينج كل واحد بيشتري الحاجه اللي هو عايزها. بنرجع بقى تاني لتايو اللي البنت ديت بتمسك فيه وعماله تعيط. ميتسومي بتقول لها فيه، فهي بتقول لها شويه مجانين خطف ابويا. فالاتنين بيركبوا الاسانسير دوت وبينزلوا لتحت يا صديقي. ايوه الطابق الاول من السوق السوداء. بتقول لتايو خلي بالك عشان كل اللي موجودين هنا مش عاديين تماما. والبنت ساعتها بتسمع صوت ابوها عمال يصرخ والشخص دوت بيكون ماسكه بيكون خلاص هيخلص عليه. بس تايو بيظهر وبيشوي الشخص دوت والبنت بتجري على ابوها. وميتسومي بتقول لتايو يلا بينا نهرب قبل ما نموت علشان هم يا صديقي متحصرين من الجواسيس والقتله المأجورين والمحتلين وما الى ذلك. كلهم بيهجموا عليه ولكن ساعتها كلهم بيتفنجروا. واللي عمل كده ايوه هو المعلم كيو. ولكن يا صديقي هو مش جاي ينقذهم، لا ده اشترى كتاب جديد عن فنون التعذيب وكده. هو مش جاي ينقذهم، لا ده جاي يجربه. كلهم بيخافوا الا الشخص دوت اللي واخد حبايتين شجاعه كده وبيقرر ان هو يهجم عليه. بس ساعتها الباقيين بيظهروا وطبعا بيعملوا مع كل اللي موجودين السليمه. لو كمان بيدمروا الدور الاول من السوق السوداء بالكامل وبيخرجوا من المول ولا اكن في اي حاجه حصلت حرفيا. دول اللي مش عندهم ضمير، دول اللي بيقتلوا ويذبحوا ولا اكن في اي حاجه حصلت تماما.
بعدها تايو بيروح ينام وبيفتكر عيلته قد ايه ان هم كانوا عيله سعيده، وهو كان بيحب ابوه وامه واخوه الصغير، وبيقوم مفزوع كالعاده. بعدها بقى بيروح لشيون وبتقول انا حللت البلوره ديت اللي فيها المعلومات عن عيلتك، وعرفت ان عيلتك حضرت الزفاف بتاعت عيله يوزاكرا، والفرح دوت كان بتاعت الزعيمه التاسعه، يعني ابويا وامي. واحنا لما بنعمل افراح وكده بندعي الجواسيس والناس اللي قريبه مننا، فابوك وامك ايه اللي جابهم الفرح بتاعنا؟ انا مش قادر ان انا اديك معلومه ثابته، بس اقدر اقول ان عيلتك كانت لها علاقه بعيلتي. هو بيكون مندهش، وانا فعلا عيلتي كانت عارفه عيلتك؟ طب هم ما قالوش ليه قبل كده ليا؟ وهل دوت يعني ان كلام كورو كان حقيقي، ان عيلتي ما ماتتش بمجرد حادثه؟ هو في حد دبر موتهم ولا ايه؟ اما بقى ماتسو ما بتكونش فاهمه هو ايه اللي بيحصل، وبتقول له خلينا نتطلق، فابو لا ليه بتقولي كده؟ فهي بتقول له طالما ان عيلتي لها علاقه بعيلتك يبقى اكيد عيلتك ماتت بسبب عيلتي. فابو لا اهدي احنا مش متاكدين اصلا من المعلومات ديت، وهل فعلا اصلا كانت في علاقه ما بين عيلتي وعيلتك؟ وكل دوت مش مهم، هم ماتوا خلاص، يعني انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي كونت عيله جديده وكل دوت بسببك انت. بس رغم دوت انا عايز اعرف الحقيقه، هل فعلا عيلتي ماتت بمجرد حادثه ولا دوت صنع بشري؟ فشيون بتقول له انا هساعدك، بس في شويه مشاكل، وهي ان المعلومات بتاعه الرئيسه السابقه للعيله بتاعتنا اتحذفت بالكامل. ودوت يعني ايه بالظبط كده يا تايو؟ اللي قتل ابوك وامك هو مجرم، وعلشان نقدر ان احنا نجيب المعلومات بتاعه الزعيمه السابقه هنروح لمكتبه الموت، وبتبعت تايو لهناك. بيخش لهناك وبيكون بيكلمها وهي بتقول له ان المعلومات اللي بتكون موجوده هنا بتكون موثوقه 100%. اول لما بيخش للمكتبه الشخص ده بيجمع المعلومات اللي هو عايزها، ولكن اول لما بيعلي صوته البنت دي بتقتله. المره الجايه ما تعليش صوتك يا حبيبي. وشيون بتقول له انت لو عليت صوتك حرفيا البنت دي هتقتلك، علشان كده اتكلم بهدوء. والبنت دي الجاسوسه والراتبه بتاعتها هي فضيه واسمها هي ماي، وانت لو واجهتها وجها لوجه انت مش تقدر انك تتغلب عليها، علشان كده حاول انك تتجنبها على قد ما تقدر. وهو بيكون بيتسحب كده ومش عايزها تشوفه، الشخص ده بيعلي صوته فهي بتقتله. ده حرفيا يا صديقي اللي بيقفل الكتاب بيموت، اللي بيكح بيموت. الكتاب ده بيكون هيقع من تايو، ولكن على اخر لحظه بيقدر ان هو يلحقه، وبعد تدوير كتير بيقدر ان هو يلاقي السجل بتاعت عيلته بالكامل، بس ما بيكونش في اي معلومات عن سبب الحادثه. بس ساعتها بيشوف ختم كده في الكتاب دوت، والختم دوت شبه البلوره بتاعت المعلومات، فهو بيطلعها من جيبه وبيحطها في الختم دوت، وهي بتنور من هنا والبيانات الاصليه بتطلع. ايوه في واحد كان عايز يتخلص من عيله تايو بالكامل. ايوه هنا كده اتاكد ان ديت ما كانتش حادثه، واول لما خد المعلومات من هنا الكتاب بيفرقع. شيون بتقول له اهرب بسرعه علشان هي لو جات لك حرفيا هتقتلك، وبالفعل بتتحرك وبتهجم عليه، بس تايو بيقدر ان هو يتفاداها بالعافيه. شيون بتقول له استخدم مسدس الكهرباء واضربه في الكهرباء، وبكده الكهرباء تقطع، وبالفعل بيعمل كده وهي بتقطع، وهو بيحاول يهرب وهي بتكون بتدله على المخرج. بس ما يا صديقي مش سهله تماما، بتظهر قدامه وبتقول له دي نهايتك يا حزين. بس ساعتها ماتسومي بتقول له اخلع السماعه اللي انت لابسها، بيخلعها فعلا وهي بتصرخ، وهو بيكون حاطط السماعه قدام ماي، وبكده هي بيغمى عليها. وهنا هو بيفهم ان هي حساسه ضد الصوت، وان الصوت الواطي بالنسبه لها عالي جدا. اخيرا بيرجع للبيت وبيقول لكيو على كل حاجه، فهو بيقول له على ما اظن كده ان اللي قتل عيلتك هي منظمه تامبوبو. وهنا بينزل عليه الصدمه، كيو بيقول له عيلتك والزعيمه السابقه هما الاتنين ماتوا على ايد المنظمه ديت، وكل اللي انا اعرفه عن المنظمه ديت ان هما بيسعوا ورا ماتسومي، وبرضه هما اقوياء جدا، وانت هتقدر انك تعرفهم من الوشم اللي في ايديهم. وكل لما بيتضايق يا صديقي كيو بيحط وزن على تايو الحزين، حرفيا هيكسر له رجله. بص يا تايو، المعلومات اللي انت جمعتها والمعلومات اللي انا جمعتها كده انا قدرت ان انا اوصل لاستنتاج كده، وهو ابوك كان شغال طبيب مش كده؟ في مجموعه من الاطباء ماتوا الفتره اللي فاتت بطريقه مروعه جدا، واللي كان منهم عيلتك، وكلهم بيرتبطوا براجل واحد وهو مدير عياده موتشو اسمه هو ماتوبي، ودوت اللي احنا شاكين فيه ان هو قتل الزعيمه السابقه وعيلتك يا تايو. ودلوقتي هم بيكشروا انيابهم على ماتسومي. انت عايز تعرف كل حاجه مش كده؟ ايوه. وعلشان يقدروا ان هم يخشوا عياده موتشو، تايو وماتسومي هم الاثنين بيتنكروا كانهم عواجيز يعني وكده وعايزين رعايه. بيخشوا جوه وتايو حرفيا متقمص الدور بنسبه 100%، وبيقول انا ظهري وجعني، ولكن بيتضح بقى صديق ان هو ظهره وجعه اصلا بسبب كيو اللي خلاه يحط اثقال ورا ظهره. المهم بقى بيجي دورهم والطبيب بيكشف عليه وهو ماتوبي اللي بيقول له انا متفاجئ ان واحد زيك عنده 75 سنه ما وقعلوش ولا سنه، طب ازاي كده؟ المهم يعني روح اتعالج وبيتحجز، وشكل كده ان ماتسومي عجبها الموضوع وهو بيكون فرحان علشان هي بتعتني بيه. المهم بقى اول لما الدنيا بتليل ماتوبي بيخلص الشغل بتاعه وبياخد بعضه وبيمشي، وتايو اول لما بيلاقي ان هو خد بعضه ومشي بيخش الاوضه بتاعته وبيدور في الحاسوب بتاعه يمكن يلاقي اي حاجه. بيكون في رمز على اللابتوب ولكن بيقدر ان هو يفكه بسبب شيون، وبيلاقي في شويه معلومات عن عيله يوزاكرا، وان الجينات بتاعتهم حرفيا مش عاديه، وان الفرق ما بينهم وما بين البشر العاديين فرق شاسع جدا، ودوت بسبب دمهم. وماتوبي بيكون عايز يعمل عقار، ولو اي بشر خد العقار دوت قوته هتكون زي عيله يوزاكرا، وعلشان نقدر ان احنا اصلا نعمل العقار دوت محتاجين قلب ميتسومي. وهو بيجمع المعلومات كده هو بيخش عليه وبيهجم عليه. انا كنت عارف انك هتجيلي يا تايو بس مش بالسرعه ديت. تايو بيقول له انا عايز اعرف انت ايه اللي هتستفيده لما تعمل العقار دوت، فبيقول له مالكش دعوه. وتايو بيلاحظ ان هو من العصابه اللي هو بيدور عليها. تايو بيهجم
عليه بمسدس الكهرباء اللي معاه، ولكن دوت ما بيأثرش فيه تماما، وبوم بيختفي من المكان وبيكون خد معاه اللابتوب. ولكن تايو بيكون مبسوط علشان قدر ان هو يجيب شويه معلومات، وبيبدا بقى ان هو يربط المعلومات فيما بينهم، وبيلاقي ان في فندق اسمه تبوبو. هنا بيعرف ان ديت المنظمه اللي هو بيدور عليها، وبيقول فعلا انا ذكي. اما ميتسومي بقى بتكون نايمه كده وبتفتكر عيلتها وان ابوها ما قدرش ان هو يحمي امها. بنرجع بقى لموتوبي اللي شكله كده بيتصل بالمنظمه بتاعته، بيقول لهم انا قابلت واحد من عيله يوزاكرا. ميتسومي لا دوت كان العريس الجديد. انتوا عارفين انا قصدي ايه مش كده؟ وتاني يوم تايو بيفتح عينه بيلاقي نفسه صديقي في وسط البحر، واللي عمل كده هو كيو اللي بيقول له انا وانت اخوات، في مهمه انا رايحه علشان كده قلت اخدك معايا فيها، يلا بقى تعال ننزل اصطاد. وبيقدر ان هو يصطاد سمكه، وكيو بيقول له عاش عليك يا معلم. اما بقى تايو ما بيكونش مستوعب ازاي الشخص دوت بيتعامل معايا بوداده، اكيد في حاجه هيعملها، يا اما هياكلني للسمك يا اما هيقتلني. ساعتها كيو بيقطع حبل افكاره دوت وبيقول له ما تقلقش انا مش هقتلك، انا جايبك هنا علشان تتدرب. وهو بيصطاد كده ساعتها بيصطاد الشخص دوت اللي بيهجم عليه بالمسدس، ولكن تايو بيقدر ان هو يتفادى كل هجماته. هو بيقول له احنا كده بدأنا التدريب، ودوت التدريب بتاعت عيله يوزاكرا، وعلى فكره الاشخاص دول ممكن يقتلوك في اي لحظه، علشان كده خلي بالك. كلهم بيهجموا عليه، ودوت بيكمل كلامه وبيقول له انت دلوقتي بقى معاك رخصه الجواسيس والراتبه بتاعتك برونز مش كده؟ ولكن انا واخواتي كلنا لما كنا في الابتدائيه وصلت الراتبه بتاعتنا لذهبيه، علشان كده انت لازم تكون زينا، هتقدر انك تعملها ايوه العادي. فهو بيقول له اكيد. الثلاثه دول بيهجموا عليه في نفس اللحظه، ولكن ده بيقدر ان هو يطيرهم. عاش بس انت هتعمل ايه بقى مع الصاروخ اللي جاي دوت؟ الصاروخ بينزل عليهم حرفيا بيدمر السفينه اللي هم كانوا راكبينها. اذا ما انت جامد اهو، ده انت كمان بتنقذ العدو. ساعتها تايو بيلاحظ ان المكان اللي هم فيه دوت تابعه ايوه لمنظمه تابوبو. انت قصدك انك استخدمتني طعم علشان تستدرج المنظمه مش كده؟ فبيقول له بالظبط كده. خلينا اوضح لك كده حاجه يا تايو، ان منظمه تابوبو ديت بتشكل خطر على الكوكب بالكامل، والمهمه اللي انا وانت فيها ديت دلوقتي بتساوي 5 نجوم من الراتبه الذهبيه، فواحد زيك من الراتبه البرونزيه مش هيقدر ان هو يعمل اي حاجه في المهمه ديت. لو انت عايز ترجع ارجع دلوقتي احسن لك. فبيقول له طالما ان هم بيستهدفوا ماتسومي يبقى انا هاجي معاك. فبيقول له تمام يا معلم، وبيستخدم عليه الشبكه العنكبوتيه بتاعته وبيطوحوا. ايوه هم دلوقتي هيكملوا التدريب بتاعهم. كيو بيقول له الصاروخ اللي انت ماسكه دوت هيوصل لنا في خلال 30 ثانيه، وبالتالي كل اللي موجودين هنا هيتحولوا لطرنشات الا انا. التدريب دوت مختلف عن اي تدريب انت خدته قبل كده يا تايو. هتقدر انك توقف الصاروخ قبل ما يوصل لنا ولا لا؟ انا هوقفه مهما يحصل. بيطلع على ظهر الصاروخ وبيفتكر كل المعلومات اللي جمعها من فاتوبي وشيون وشينزو وماتسومي وكيو، وبيقدر ان هو يوقف الصاروخ. تايو بيكون عايز يستريح، ولكن دوت بيقول له في صاروخ دلوقتي جاي علينا من المنظمه، وبيكون حجمه كبير جدا، ولكن دوت بيجيب تايو معاه وبينزلوا تحت البحر، وبيستخدم الشبكه العنكبوتيه بتاعته وبيقدر ان هو يدمره. حاجه زي ديت مش هتاثر فيا. بعدها بقى بيعرف تايو ان فعلا في فندق خاص بمنظمه تابوبو وماتوبي موجود هناك. من بكره هنبدا ان احنا نتسلل هناك، وبالفعل تايو بيكون هناك، وشينزو هيوصل له كمان شويه وهو هنا كموظف. وكيو بيقول له انت لو قابلت ماتوبي بالصدفه حرفيا هقطعك شاورما، تجنبه تمام؟ وفاتوبي بتقول لكيو انت ايه اللي بتعمله دوت؟ كل ما في الموضوع بس ان في ربط ما بين الحادثه اللي حصلت لعيلته والحادثه اللي حصلت لعيلتنا، علشان كده انا بستخدمه لا اكتر ولا اقل. بنرجع بقى لتايو اللي بيركب الاسانسير دوت علشان يجمع شويه معلومات، ولكن الاسانسير ما بيطلعش، والبوكس دوت بيديله واحده بيطيروه. والشخص دوت بيقول له احنا الشغالين ما ينفعش ان احنا نستخدم المصاعد. فبيقرر ان هو يتصل لك الفندق، ولكن يا صديقي برضه حظه نحس. الاثنين دول بيتخانقوا في مزاريه بتيجي في وش تايو بتوقعه، بس تايو مش هيستسلم. وفي الاخر يا صديقي بيوصل عند ماتوبي وبيكون متنكر بالشكل الغريب دوت، ولكن هو بيتعرف عليه. فبيقول له كويس جدا انك اتعرفت عليا. تايو بيكون لسه هيهجم عليه، ولكن الطياره دي بتظهر والشخص ده بيدمر الاساس وبيحدفه على تايو وبيديله بنيه حرفيا بيلزقه في الحيطه. وماتوبي بياخد بعضه وبيمشي بالطياره ديت. الشخص ده بيقول له قبل ما هو يمشي اداني عقار، والعقار دوت معمول من نفس الجنايه بتاعت عيله يوزاكرا، يعني انا دلوقتي هاخده وقوتي هتزيد بطريقه متخلفه. فعلا بياخده حرفيا بيتحول زي الوحش. تايو لسه بيكون هيتحرك، ولكن ده بيكسر المسدس بتاعه في لمح البصر وبيديله واحده حرفيا مزيته. بيقول له القوه العضليه وقوه التعافي وقوه التحمل، انا دلوقتي ما حدش يقدر ان هو يتفوق عليا. بيمسكه من رقبته وبيكون لسه يخلص عليه، ولكن في الوقت دوت شينزو بيظهر وبيهجم عليه بالليزر. ما تلمس اخويا تاني. وعلى الرغم من الهجمه ديت كانت قويه، ولكن الشخص دوت بيقوم ولا كأن في اي حاجه حصلت. ايوه ديت قدره الشفاء الخاص بناناو، ولكن شينزو مش هيتساهل معاه وبيفضل يخرتق فيه بالاسلحه. وبيروح عند تايو وبيمسكه وبيحدفه يا صديقي من المبنى، وبيقول له انا اللي هتعامل معايا تايو. العملاق بيهجم عليه وبيقول له ده حركه ذكيه منك انك تخلي عدد الضحايا يقل، ولكن انا دلوقتي عندي قنبله في ضرسي، لو دوست عليها حرفيا الفندق اللي احنا فيه هيتدمر. انت عارف المفروض اللي تعمله علشان ما تدوس عليها مش كده؟ شينزو بيسيبه ودوت ما بيرحمش فيه بمعنى الكلمه. هو بيقول له انا مندهش من قدره تحملك، انت مستني حاجه ولا ايه؟ فبيقول له بالظبط كده. وساعتها في حد بيرن على الشخص دوت وبيقول له في ارهابي دلوقتي دخل للفندق، ودوت تايو اللي متقمص زور العبيط. وهو بيعمل كده اصلا علشان يخرج كل المدنيين اللي هنا، علشان هو مش عايز اي حد يموت. وفي شخص
شخص كده غريب بيخش للمكان. شينزو بيدي الشخص ده بنيه بيطيروه. الشخص ده بيكون لسه يصعب ولكن ده بيطلع السلاح الجديد الخاص بعيلة يوزاكرا وبيهجم عليه هجمه حرفيا بتخلي البرق يخرج من المبنى. ايوه كده هو خسر. الفائز هو شينزو وفاتو بي اصلا بيكون بيراقب دوت كله من بعيد وبيقول فعلا المزيف مش زي الحقيقي، ولكن ساعتها بيقول للشخص دوت انا هخليك تتكفل بالباقي. وتايو بيكون تعبان جدا وبيكون لسه يقع ولكن العجوز دوت بيلحقه وبيقول له خلي بالك يلا اخرج من المبنى بسرعه. ولكن اول لما شينزو بيوصل عنده ايوه العجوز دوت حرفيا خرم تايو. بس هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ على طول بينقلوا على البيت وبيبداوا ان هم يعالجوا فيه. هو لسه عايش ولكن في حاله يرثى لها. شينزو بيروح لكيو بيقول له انا اول لما وصلت عند تايو ما كانش فيه اي حاجه ولكن في لمح البصر لقيت جسمه حرفيا كله متخرتق بس انا ما حسيتش باي حد اصلا، ودوت معناه ان في شخص اذى تايو قبل ما نوصل وهو كان عارف ان انا هوصله في اللحظه ديت، علشان كده اصاب تايو اول لما انا اوصل له هو يغمى عليه، وانا اعرف بس شخص واحد يقدر ان هو يعمل كده وشكلهم كده بيشكوا في حد يا صديقي. وهم بيكلموا كده الانذار بتاع الحمايه بتاع القصر بيضرب. ايوه في اكتر من 1000 شخص جايين يهجموا عليهم. لا والاشخاص دول ما بيكونوش عاديين، دول واخدين العقار بتاع عيله يوزاكرا يعني قوتهم حرفيا مهوله. واللي بعتهم هو الجاحد فاتو بيه اللي بيقول لهم انا عايزكم تبيدوا العيله ديت عن بكره ابيها وتجيبوا لي منهم ماتسومي، فاهمين؟ يلا انطلقوا. وبالفعل بينطلقوا ولكن ساعتها كلهم بيقفوا علشان الكلب الفاجر مستنيهم اللي بيكبر حجمه في لمح البصر وبينزل ردم فحت فشخ فيهم عقبال لما الوحوش التانيين بيظهروا. احنا عندنا واحد تعبان علشان كده يلا اطلعوا من هنا. ما بيسمعوش الكلام فبيخشوا عليهم، ودول مش اشخاص عاديين، دول الوحوش اللي بحق وحقيقي حرفيا بيلعبوا بيهم الكوره، ولكن في اشخاص بيكونوا استثناء علشان الاشخاص دول كانوا اقوياء لا وكمان خدوا العقار بتاعه عيله يوزاكرا وكده قوتهم اتضاعفت. الاشخاص دول بيروحوا يهجموا على كيو ولكن انتوا بتعملوا ايه يا حبايبي؟ دوت مش زي اخواته الباقيين، دوت وحش مخيف اسد عنيف، انا مش هخلي اي حد اصلا منكم يقرب من القصر. بس ساعتها القائد بتاع المجموعه دول بيقول لهم انتوا كلكم ضعفاء وبيكبر دراعه حرفيا بطريقه مرعبه وبيروح يهجم على الكلب بنيه بتخليه حرفيا يكسر القصر. كيو بيقول له هو انت فاكر انك هتفلت بفعلتك ديت؟ ولكن بوم نظام الامان اللي هم حاطينه بيتشوش بالكامل، لا وكمان في حد بيخترقه وبيفعل الجدران بتاعه القصر والشخص دوت بيخش جوه القصر. فوتو بتيجي عند كيو بتقول له الصوت دوت انا عارفاه، فبيقول لها اهدي كده انا دلوقتي راح اخد الخاتم من الزعيم وحرفيا انا مش هرحمه لو مس ماتسومي بسوء. وعندي ماتسومي بقى اللي بيكون مستغربه ازاي الكهرباء قطعت والغرفه ديت اصلا مخصصه للعنايه، يعني المفروض الكهرباء ما تتقطعش. بتحاول تتصل بنانا ولكن مفيش اي رد وهي بتكون زعلانه جدا علشان نبض تايو عمال يضعف وبكده هيموت. وهي ساعتها بتفتكر كلام امها لما قالت لها الدم اللي بيجري في عروقنا دوت دم استثنائي، وانت لو حبيتي تنقلي الدم بتاعك لاي شخص انت بتحبيه قوته هتزيد بطريقه متخلفه، ولكن برضه خلي بالك ممكن يستخدم القوه ديت في الشر. وهي بدون اي تردد بتسحب دم منها وبتديه لتايو وبتقول انا عايزه انقذك مره انت على طول بتنقذني، ارجوك ما تخلينيش عايشه لوحدي. وفي نفس اللحظه ديت الباب بيتفتح والعملاق بيهجم عليها ولكن تايو بيفوق وبيقدر ان هو يتصدى ليه. ما تمدش ايدك على ماتسومي فاهم ولا لا؟ لو قررت انك تلمسها حرفيا انا هقتلك. وبيروح يديله بالرجل بيرزعه في الحيطه. ايوه يا صديقي قوه تايو زادت بطريقه متخلفه، بينطلق عليه وبيقول انا جسد خفيف. العملاق بيهجم عليه ولكن ده هو بيتفاداه وبيديله بنيه خفيفه بيلزقه في الحيطه وبيقول انا هقدر ان انا افوز، ولكن ساعتها دماغه بتوجعه وبيقع على الارض ودوت بسبب اصلا ان هو خد دم من عيله يوزاكرا وهو نصف ميت، علشان كده هو مش قادر. ماتسومي بيجري وبتقول انت لازم تسيطر على قوتك، انت لو مت هنا انا هموت نفسي وراك، علشان كده اهدى واستشعر قوتك ايه اللي جواك. فعلا بيهدى وبيكون لسه يتحرك ولكن العملاق بيهجم على ماتسومي وبيطيرها وما بيديش اي فرصه لتايو وبيهجم عليه بايده العملاقه، ولكن المره دي تايو بيتصدى ليه بكل سهوله بمعنى الكلمه وبيقول له انا شايفك وبيرزعه بنيه بيخرم بيها بطنه. تايو اتحول لوحش مخيف. بنرجع بقى تاني لكيو اللي فعلا بيروح عند الزعيم اللي هو ابوه اصلا وبيقول له انا عايز الخاتم اللي معاك، فبيقول له انا بقالي كتير جدا ما شفتكش انت واخواتك، على فكره انا فخور بكم جدا. بيقول له كفايه يا اخي بس انا عايز اعرف انت ايه اللي بيخليك تستغل التامبو علشان تكوي تايو، وانت خليت تايو يكون في الحاله ديت علشان تعرف ان ماتسومي لو شافته بالحاله ديت هتنقل الدم بتاعها جواه وبكده قوته هتزيد. فبيقول له ايه الغريب في كده؟ انا عايز تايو يكون قوي علشان يقدر ان هو يحمي اختك ودوت دوري بصفه الاب. فبيقول له من غير رغي كتير انت يا ريتك تموت احسن، وعلى فكره انت لو هتاذي الاثنين دول حرفيا انا مش هرحمك. وبيستخدم القوه بتاعته وبيهجم عليه والهجوم بتاعه دوت ما بيكونش عادي تماما. بنرجع تاني عند تايو وماتسومي اللي شيون بترن عليهم. ماتسومي بتقول لها انت ازاي قدرتي انك تتصلي علينا؟ فهي بتقول لها انا استخدمت الخط الارضي القديم. سيبكم من ده كله، انتوا قدرتوا انكم تتعاملوا مع العملاق اللي عندكم. ايوه فهي بقى بتبلغ اخواتها وبكده هم هيستخدموا قوتهم بكل ما عندهم وبيعملوا خطه. اول حاجه هيخلوا كينجي يتنكر على شكل ماتسومي، واول لما العصابه دي تشوفه طبعا كلهم هيسعوا وراه وهم عايزين كل العصابات تتلم حوالينهم علشان يقدروا ان هم يخلصوا عليهم مره واحده. وبالفعل هو دوت اللي بيحصل وكلهم بيتجمعوا في حته واحده ونوناو
بتضرب ضربه في الارض حرفيا بتعمل حفره وكلهم بينزلوا تحت، واللي بيكمل عليهم شينزو علشان بيحبسهم. وبعد كده فتوى بتستخدم قوتها وبتطيرهم حرفيا. بنرجع تاني بقى عند كيو على الرغم من الهجوم اللي هو هجمه دوت على ابوه، ولكن ابوه قدر ان هو يصده وما اتخدش حتى. وابوه بيقول له على فكره انا فخور بيك علشان انت باين بالقوه ديت. وكيو بيقدر ان هو ياخد منه الخاتم، والحاجز اللي على القصر بيتشال وهو بيرجع لاخواته، اللي بيلاحظ كده ان تايو في حاله غضب وهم بالعافيه بيقدروا ان هم يسيطروا عليه، ودوت بسبب الدم بتاعت عيله يوزاكرا، عشان العقل والجسد احيانا ما بيقدروش ان هم يستوعبوا كميه المعلومات اللي دخلت عليهم فجاه. علشان كده هو بيهيج، بس دوت بيكتفه وبيلبسوا السماعه ديت وبيدي الميكروفون لماتسومو وبيقول لها يلا سمعي صوتك، وبكده ممكن يرجع لذاته السابقه. لا 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 لا، في اكتر من طريقه نقدر بيها اللي احنا نرجعه لذاته السابقه. ما تخليش ماتسومو تغني، ولا انت عايزها تغني؟ ايوه بالظبط كده، بتبدا تغني له وصوتها بيكون معفن جدا لدرجه ان الحيوانات بتموت، بس في الاخر بيفوق يعني. وتاني يوم بقى ما بيكونش فاهم هي ايه القوه اللي حصل عليها ديت، وهل ديت كده بقت قوته ولا ديت جات له مؤقته. وماتسومو وهي بتطبخ كده ساعتها ان هو بتخش عليها وبتقول لها انا لقيت الوصفه اللي هتخفف الارهاق اللي بيجي بسبب دم يوزاكرا، فهي بتشكرها. بيخش عليهم تايو، هم بيقولوا له انت كويس، وهو بيقول لهم زي الفل، بيجي يحرك دراعه بيوجعه جدا. وبنعرف برضه ان ماتسومو ممنوع من الخروج علشان يا صديقي محدش يستهدفها. وتايو برضه بيكون ممنوع ان هو يخرج، بس بيقرر ان هو يروح للمدرسه علشان يعني ايه ما يطردش وكده. فماتسومو بتطلب مننا ان هي تروح مع تايو للمدرسه، فتايو بيوافق ولكن منظرها دوت. فماتسومو بتقول اه صح انت لسه ما شفتش شكلها الحقيقي. وناناو بتدي الحقنه ديت لنفسها وبوم شكلها كله بيتقلص يا صديقي، وبتكون القمر ديت. هو بيقول مين دي؟ وبعد شويه استغراب بقى دم بتاع حوالي دقيقتين ثلاثه الاثنين بيخرجوا. تايو برضه ما بيكونش متعود على منظر جسدها دوت، فهي بتقول له القدره بتاعتي هي التنوع، وبتقول له زي ما انا قلت لك قبل كده ان جسمه مميز وبيقدر ان هو يبطل اي سم، وانا علشان اقدر ان انا ابطل السموم بفضل بحالتي اللي انت متعود عليها وكده، وانا لما بحب اروح المدرسه باخد المخدر اللي بيرجعني لحالتي الطبيعيه. هو كالعاده ما بيكونش فاهم اي حاجه، وفي الاخر بيوصلوا على المدرسه. وناناو بتسيب تايو وبتروح تقعد مع اصدقائها، وبعدها بيروحوا على حصه العربي، وبعد ما بتخلص تايو بيطلع علشان يروح على الحصه الثانيه، ولكن ساعتها ناناو بتتصل عليه وبتقول له تعالى لمختبر الاحياء، وفعلا بيروح لهناك وحالتها بتكون صعبه جدا. بتقول له شايف الحقنه ديت يلا ادهاني بسرعه وانا ساعتها هرجع لطبيعتي. بيديها لها فعلا وحالتها بترجع زي الاول. صاحبتها بتيجي بتطمن عليها وبتاخد بعضها وبتمشي، ولكن هي ما بتكونش قادره تماما. تايو بيكون قلقان عليها جدا ومش عارف يعمل ايه، فهي بتقول له انا لو حقنت نفسي بالحقنه ديت ساعتها مش هرجع لهيئتي ديت مره تانية. تايو بيقول لها انت لو خدت الحقنه ديت في حاجات كتير هكون عايزه تعمليها ولكن مش هتعرفي، علشان كده انا مش هخليكي تاخدي الحقنه دي. وبيفضل يعيط وبيقول لهم انتوا على طول بتساعدوني ولكن انا مش عارف اعمل لكم اي حاجه تماما، علشان كده ارجوكي ما تاخديش الحقنه ديت، وانت لو حالتك سائد وانت في الفصل او في اي حته اعتمدي عليا وانا هرجعك لحالتك الطبيعيه. فهي بتقول انا هعتمد عليك. واول لما بتروح للفصل دراعها بيكبر وكل اللي موجودين لسه بيكونوا يستوعبوا، ولكن تايو بيديها الحقنه وبترجع لطبيعتها. وتايو بيقول لها اعتمد عليا، وكل ما دراعها بيكبر تايو بيرجعه لحالته الطبيعيه. وفي نفس الوقت دوت في مختبر الاحياء التعبان دوت بياكل البيضه بتاعه ناناو، وجسمه حرفيا بيتحول 180 درجه. وتايو وناناو هما الاثنين فوق السطح كده ساعتها بيحسوا بالزلزال اللي حصل في المدرسه، بينزلوا تحت عن مختبر الاحياء. وناناو بتعرف ان اللي حصل دوت بسبب الدواء بتاعها. صديقتها ساعتها بتفوق بتقول انا راح ادور على التعبان بتاعي، فهي بتقول لها تمام هاجي معاك، وبتقول لتايو خلي بالك انت بقى من العياده، فهو بيقول لها تمام. والاثنين بيبداوا ان هم يدوروا على التعبان، وبالفعل بيظهر ولكن دوت ما بيتعرفش عليهم وبيبدا ان هو يهجم عليهم. الاثنين بيحاولوا يهربوا ولكن قوه الثعبان بتكون كبيره جدا. وناناو بتقول كل دوت حصل بسبب انا، علشان كده انا اللي هوقفك. وبتكبر دراعها وبتقدم والتعبان بيعضها من دراعها، وهي بتقول كده انت هترجع لحالتك الطبيعيه. وبالفعل بيرجع لحالته الطبيعيه. صديقتها اصلا ما بتكونش فاهمه ازاي دراع ناناو كبر، ولكن لسه هتكلمها بتلاقيها اختفت علشان تايو خدها قبل ما هي تلاحظه وطلع ناناو على السطح. وبتقول شكل كده اللي انا هتكبر الموضوع. تايو بيحاول ان هو يمنعها ان هي تاخد العقار، ولكن دي بتزقه وبتقول انا ما عنديش اي خيار تاني. هو بتكون خلاص هتاخد العقار ولكن تايو بيوقفها، والحقنه حرفيا بتخرم ايده وبيقول لها هدي نفسك هدي نفسك. وبتهدي نفسها وجسمها بيرجع لطبيعته. بيقول لها خلاص طالما انك هديتي يلا شيلي لي الحقنه. بتشيلها من هنا وهوبا صديقتها بتكون موجوده وبتقول لي ناناو انا ما كنتش متوقعه انك بتقدري انك تتحولي زي الحيوانات. وبتبص على تايو وبتقول له انا شفتك في مختبر الاحياء، انت شكلك كده عايز تنضم لينا مش كده؟ اوه كويس جدا اني خبيه، انا عايز انضم ليكم فعلا. فهي بتجر وبتقول انا هسجلك دلوقتي. وقبل ما تخرج بتقول لي ناناو انا ما اعرفش انت مخبيه ايه، ولكن انت لو فكرت انك تخرجي من مختبر الاحياء انا مش هسامحك. انت غبيه يعني. المهم بقى يا صديقي الاثنين بيرجعوا للبيت وبيلاقوا كل اللي موجودين مغمى عليهم الا رين اللي قاعده عماله تاكل ولا على بالها يا باشا، وهم اصلا كلهم مغمى عليهم بسبب الوصفه السريه اللي عملتها ماتسومي. وبس كده يا صاحبي، شوف الفيديو دوت خوارزميات اليوتيوب بتقول ان هو يعجبك، شوفه ويلا سلام.